يا شباب فضلا وليس امرا يا ريت تحطوا لايك للفيديو، يا ريت نقدر نجيب 1000 لايك النهارده، اكيد نقدر نعملها. ولو انتم جداد ما تنسوش تفعلوا الجرس، واوعدكم بمنهوات اسطوريه بتعليق اسطوري يغطي كل جوانب القصه ويحسسك بكل شخصيه حرفيا، وان شاء الله اللي جاي احسن بكتير. وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في كل مكان، ويلا بينا نبدا القصه. بنشوف بطلتنا وهي قاعده في اوضتها وشكلها كده بيكون قلقان جدا ومرعوب، وعماله تقول في بالها الصرخات بتتعالى والاقدام بتقرب، الراجل ده في طريقه ليا ولا ايه؟ ده ممكن يجي دوري قريب جدا. وساعتها بتفتح درج وبتطلع جوهره وبتقول لا لا مش مشكله خالص، وساعتها بتمسك الحجر وبتقول ده هو كل اللي انا محتاجاه. وبعد كده بيدخل عليها شخص مريب ووشه مليان بالدم وبيقول لها هو انت ليلى هيلدجار؟ وهي بتترعب جدا اول لما بتسمع صوته، وهي بتقول له لا مين دي؟ انت ممكن تكون جيت للشخص الغلط. وهي هنا بتحاول تضحك عليه وهو بيقول لها لا اظن اللي انا شفتك قبل كده. وهي بتقول في بالها طب ما ده انت متاكد؟ هو انت ليه بتستفزني حتى في الاخر؟ وبعد كده انت هتقتلني. وهي بتقول له خلاص انا عندي اللي عايز اقوله لك. وهو بيقول لها انت عندك وصيه؟ وهي بتقول له حاجه زي كده يعني. وهي بتقول من فضلك اعفو عن حياتي. وهو بيقول لها انا بكره ده جدا. وساعتها بيطلع سيفه علشان يخلص عليها. وهي بتقول له استنى لحظه، انت ما سمعتش المثل اللي بيقول لك عدو عدوك صديقك؟ في الحقيقه انا كنت بكره افراد العيله دي بشده، وده معناه انك مش هتندم لو انت عفيت عن حياتي. وساعتها هو بيقعد يفكر وهو بيقول لها هو انت عايزه تعيشي بشده كده؟ وهي بتقول له ايوه انا فعلا نفسي اعيش. وهو بيقول لها خلاص خلي كل دماء هيلدجر اللي ماشيه في عروقك دي تتوقف، لو انت عملت كده فانا هكون حريص على ان اسيبك تعيشي. وساعتها هي بتقول في بالها ده بيهزر مزاح تقيل في الوقت ده شكله كده بيتريق عليا. وبعد كده بتقول له طب اسمعني بس، انا ممكن اطرح عليك سؤال اخير؟ يا ترى هيحصل ايه؟ يا ترى هيحصل ايه لو انا حاولت امنع الحادثه بتاعه وفاتك دي قبل 10 سنين من دلوقتي؟ لو انا عملت كده يا ترى انت هتعفو عن حياتي دلوقتي؟ وهو بيقول لها انت لو بذلت جهدك ولكن انت مش هتقدري توقفيها. وبتقول له لا. تقول في بالها ده معناه ان الجهد لوحده مش هيكون كفايه. وهي بتقعد تبكي ولكن شكلها بيكون فيه كبرياء. وهي بتقول في بالها بكل غضب ده بيطلب مني ان اسحب كل دمي، وبيقول ان كل جهودي هتكون من غير اي جدوى. الشخص اللعين ده مش ناوي خالص اللي هو يسيبني حيه. وهي بتقول له معلش في اخر حاجه انا عايز اقولها لك. وهو بيقول لها انت بتتكلمي كتير كده ليه؟ وهي بتقول انت بتدرك انك الشخص السيء مش كده؟ وهو بيقول لها ايه؟ وهي بتقول له كان من المزعج جدا ان اقابلك، خلينا ما نشوفش بعض مره تانية. وساعتها بتقول له بتعبير كلها ثقه انت شخص ذو روح مكسوره. وهي بتقول في بالها انا هقول كل حاجه قبل ما امشي. وساعتها هي بتبلع الحبايه وهو بيلاحظها وهي بتتألم كتير جدا وبتقع على الارض. وبتقول في بالها كان المفروض ان يكون الألم بالشدة دي، ولكن استنى بس انا لو فضلت عايشة ده هيكون احسن بكتير، علشان كده ارجوك استنى. وبعدها هي بتقول انا مش هقدر اهرب من الراجل ده. وبتكون مغمضة عينيها وبتقول الموت اللي انا بتمناه كان دايما زي ما انا عايزة، في غرفة دافية وواسعة بستمع لمقطوعة موسيقية كنت بحبها كتير بين عيلتي، وانا هواجه اللحظات الاخيرة ساعتها وانا مبسوطة جدا. ولكن السبب في عدم إمكانية التحقيق ده كان واضح جدا، وده لأني أنا ما عنديش أي دم أو حتى دموع، وده لأني كنت الابنة الشريرة للشرير الرئيسي. كل مصايبي بدأت في البيت بتاع الوغد ده. في يوم من الأيام أنا كان عندي 10 سنين، وساعتها هي شافت أبوها وهو ماسك عيل صغير، وهي بتقول له هو مين الطفل ده؟ وأبوها بيقول لها ده مش شخص يستحق اهتمامك. وساعتها بيضربه علشان يمشيه، ولكن بتلاحظ اللي هو جميل جدا، وهو ساعتها بيبص لها وهي بتقول في بالها ده جميل أكتر حتى من الدمى. ولكن هي لما قابلته أول مرة هي كانت مهتمة بمظهره الجميل اللي شبه الدمية ده، وبعد كده تم إلقاء الصبي ده في زنزانة. دافع الفضول البنت نزلت الطبق السفلي علشان تشوفه، ولكن سمعت صرخة مزقت الحنجرة بتاعته وهي حست بالخوف من ريحة الدم الفظيعة. وساعتها هي طلعت تجري على طول، وبعد شوية وصل خبر وفاة الولد ده. ولما أنا كنت صغيرة بعد الحادثة دي
ده كان كابوس بالنسبة لي وظهر في أحلامي لكذا سنة ورا بعض. وبعد 8 سنين خبر ولادة البطل اللي هيختم الروح الشريرة ظهر، وده خلى العالم يهتز. وبسبب التشابه اللافت للنظر كنت مقتنعة بأن البطل ده هو الولد اللي جه للقصر بتاع الماركيز، ولكن ما حدش صدقني، وكان الرد ان هما ما يعرفوش حتى بوجود الطفل ده. وبنشوفهم هما بيتريقوا عليه وبيقولوا ازاي لطفل ميت انه يرجع ليلي، هو انت فقدت عقلك؟ وبعد 2 سنين بالظبط، وبعد ما انقذ البطل العالم من خلال ختم الروح الشريرة، ظهر في قصر هيلدجار، وساعتها هو قتل كل اللي فيه حرفيا، وده علشان يحصل على انتقامه. وبعد كده بنشوفها وهي بتفتح عينيها وهي في جسم بنت صغيرة، وبتقول ايه ده؟ حجر العودة ده نجح. وبنشوف ان الحجر ده كان حجر اصل للرجوع بالزمن، وهي بتمسك البناية وبتشوف شكلها وبتقول انا فعلا رجعت. الوش ده كان قبل 10 سنوات، وهي بتقول في بالها انا قبل ما اموت خاطرت بحياتي علشان احصل عليه، وانتهى بيها الموضوع باستخدامه، ولكن ده كان واحد من العناصر اللي سرقها ابويا، ده الكنز الغامض اللي بيتقال اللي هو بيرجع الشخص اللي بلعه للماضي، ده اسمه حجر العودة. وفي البداية أنا كنت ناوية إن أفضل عايشة من غير ما أستخدم حجر العودة ده، وبعد كده أبيعه علشان أجمع شوية فلوس، ولكن أنا ما قدرتش أعمل كده لأن ده بيحافظ على أغلى حاجة وهي حياتي طبعا. وهي بتقول على كل حال في القصر ده في كتير جدا من الحاجات اللي تساوي كتير من الفلوس، حتى في غرفتي لو أنا فضلت هنا في العيلة الشريرة دي فمن الواضح إن أنا هتقتل على إيد اللقيط ده. على كل حال أنا ما كنتش عايز أعيش في المكان ده أصلا، المكان ده بيعاملوني فيه كأني غبية، وفعلا بتلم شنطها وبتسرق الحاجات من بيت أبوها وبتقول خلاص أنا حصلت على كل حاجة، مع السلامة يا عيلة شريرة يا لعين أنتوا، أنا هختفي تماما، علشان كده واجهوا المستقبل بنفسكم. ولكن بنشوفها في نفس المشهد قبل كده وهي بتصحى تاني في سريرها وهي صغيرة، وهي بتقول ايه؟ انا ما قدرتش اهرب في العودة الاولى، انا هربت بالمجوهرات واتقتلت على ايد سواق كان عايز الفلوس بتاعتي، انا لما كنت صغيرة ادركت ان الخطر الهروب لوحدي، وفي العودة التانية انا هربت لما بلغت السن 16، ولكن مفيش فايدة برضه، انا هربت المملكة بعيدة عبر البحر وما كانش اي حد عارف وجودها اصلا، ولكن ده قدر انه يوصل لها وكمل انتقامه من عيلة الماركيز هيلدجر، وانا قصدي هنا على البطل طبعا. وبالنسبة للعودة الثالثة انا اخترت الجواز، ودي كانت الطريقة الوحيدة للتخلي عن لقب هيلدجار، ولكن حتى ده ما كانش ليه اي فايدة لانه جالها وقتلها تاني، وبغض النظر عن مدى كفاحها طالما ان هي ما صاحبتش دماء هيلدجار زي ما قال هو مش هيسامحني ابدا. الواخد اللعين ده. لحظة واحدة يا شباب علشان القناة التانية اتقفلت، فياريت تساعدوني ابدأ من جديد في القناة دي، واللي حابب يدعمني يا ريت يشترك في القناة ويعمل لايك للفيديو ده، وفعلا ده هيفرق جدا في انتشار الفيديو. وعلشان رأيك يهمنا فيا ريت تسيب لنا كومنت برأيك وتقول لنا اذا كان عجبك ولا في اي حاجة محتاجة نحسنها. وما تنسوش يا شباب اللي هيشتركوا دلوقتي هيكونوا الاوائل في القناة هنا، وطبعا هيكون ليهم معزة خاصة جدا عندي. وفي الاخر شكرا لكم، ويلا نكمل حكايتنا. وبعد كده بنروح للعودة الرابعة وهي بتقول في بالها يا ترى انت حاسس براحة تامة لما انت بتعصر عليا وتقتلني بالطريقة البطيئة دي؟ اكيد انت حاسس انك هتطير من السعادة دلوقتي، مهما عملت في الاخر انا كده كده هموت من غير اي جدوى، يا ترى انا لازم اعمل ايه؟ يا ترى ايه الفايدة من كل ده؟ وساعتها هي بتقول يا انستي طلب سمو الماركيز انك تحضر المكتبة على الفور، والخادمة اللي بتقول لها كده وفعلا بتروح للماركيز وهو بيقول لها بيقولوا انك فقدت عقلك الايام دي، انت لو ما كنتيش عايزة انه يتم طردك فانت على الاقل لازم تعتذري او قولي اي حاجة. وهي بتقول يا بابا هو انت ليه بتعمل كل ده؟ انت بتقتل الابرياء وبتتعامل مع الناس على انهم ولا حاجة، وانت بتجيبهم هنا وبعد كده تقتلهم بسرعة، هو انت ليه اخترت انك تعمل الهبل ده كله؟ وهو بيقول لها يا ليلى هيلدجار، وهي بتقول له ايوه هي الهيلدجار اللعينة دي، هو انا ليه اتولدت في هيلدجار اصلا؟ انا مهما عملت فانا مش هنجو، حتى لو مشيت من البيت او اتجوزت او عملت اي حاجة انا لسه بنتك، بغض النظر عن اللي انا عملته
أنا مش قادر أغير الحقيقة دي. يا ترى تعرف الطريقة إزاي الواحد يسحب بيها الدم؟ هو قال اللي هو هيعفو عن حياتي لو أنا تم سحب كل دماء هيلدجار مني. لو أنت كنت عارف الطريقة قولي أرجوك اسمحني اللي أعيش. أنا نفسي أعيش فعلا، الموت مؤلم جدا وأنا بتألم. وأبوها بيقول لها أيوة شكلك كده بتتألمي كتير، وهيكون من الأفضل إنك تقضي فترة نقاهة في الفيلا الواقعة في الجنوب. وساعتها هو هنا قرر اللي هو يحبسها. وبعد 10 سنين بنشوف نفس البطل راح علشان يقتلها مرة تانية، ولكن هي بتضحك في وشه المرة دي وبتقول له أنا فهمت، أنا أعترف بده. وساعتها هو حتى مش بيسيبها تكمل كلام وبيقطع راسها. وبعد كده بنروح للحضار الخامس، قصدي يعني حياتها الخامسة. بتقول الوش ده أنا مش عايز أشوفه تاني. أنا عرفت إن أنا مش هقدر أهرب بمجرد ما أتجنب ده. وساعتها شكلها كده بتكون اتجننت وبتقعد تضحك زي المجنونة وبتقول خلاص خلينا نتقابل مبكرا المرة دي. روح المكسورة أنت، أنا مش هسيبك المرة دي. وهي بتقول في بالها مفيش أي وقت علشان نضيعه المرة دي. قبل ما التقي بالشخص ده وقبل ما يعاني من اضطراب الشخصية بتاعه ده خلينا ننظم أفكارنا. وهي شكلها كده بقى بيكون شرير وبتقول أنا قبل ما أرجع المرة دي كان عندي شوية وقت علشان أستجمع أفكاري، وده طبعا لأني كنت معزولة في الفيلا. ولما أنا فكرت في الوضع الحالي والحقيقة اللي أنا عارفاها، أنا الأول قعدت أكرر الماضي كذا مرة. وهي بتقول يا ترى إيه هي شروط العودة للماضي؟ أنا كل مرة بقدر فعلا نرجع، بس يا ترى أنا هقدر أرجع كم مرة؟ يا ترى العودة للماضي ممكنة أصلا في حالة الوفاة الطبيعية؟ ده أنا لو حتى عشت لحد سن 90 وموت على كل حال. بما إني عارفة التفاصيل فأنا هحرص على إني أنقذ نفسي علشان أتجنب الموت غير الضروري ده، وفي احتمال إن يكون ده هو آخر رجوع ليا. وثانيا توقيت العودة للماضي ثابت وهو 11 مايو سنة 332، وده على حسب تقويم المملكة، والساعة 6 بالليل بالظبط. المكان دلوقتي هو غرفة النوم على السرير، وده مش هيغير الوضع أبدا في المستقبل. وده معناه إن تالت حاجة من المستحيل تماما منع اللي بيحصل. والحادث اللي أنا بتكلم عنه ده وهو لما أبويا حرق دار الأيتام اللي كان بيت الطفل ده، وبعد كده جلب الشخص اللي كان فيه، وده خلاه يعاني من اضطراب في الشخصية. وبحلول الوقت اللي أنا برجع فيه أول لما بفتح عيني بيكون دار الأيتام أصلا اتحول لرماد. وحتى لو أنا مت 100 مرة ورجعت بالزمن فأنا مش هقدر أغيره مهما حاولت. علشان كده خلينا نعدي لقدام وبنشوفها وهي رسمة خطط وعمالة تكتب لا على الحاجات اللي مش هتقدر تعملها. وبتقول رابعا اللحظات اللي بتسبق الموت مباشرة دي أو حتى أثناءه دي أنا ما بقدرش أنساها. وده فعلا حاجة كويسة جدا بشكل كبير. أنا لو ما كنتش عارفة هدفي فأنا كان هيجن جنوني من زمان جدا. قال يعني ما اتجننتش. وهي بتقول في بالها في حد في العالم ده يقدر اللي هو يمر عبر الموت أكتر من مرة، كمان يفتكر كل ذكرياته وآلامه بشكل كامل من غير ما يتصاب بالجنون. ترى هيحصل ايه لو كان فيه؟ انا دلوقتي شكلي هعتني بيه وكأنه اخويا. مفيش اي حد هيموت كذا مرة في المقام الاول. على كل حال اهم حاجة دلوقتي هو ازاي انا مش هموت بعد 10 سنين. وهي هنا بتفتكر اللحظة اللي كل شوية اقتلها فيها، وهي بتقول في بالها اعتقد ان ده كل المتبقي دلوقتي، خلينا نمشي دلوقتي. وهي هنا بتكون حضرت الخطة وبتقول يا بابا يا ترى انت وصلت؟ وهو بيقول لها ازيك يا بنتي؟ وهي بتقول له انت اكيد تعبان بعد ركوبك العربية لفترة طويلة مش كده؟ وهنا بيكون الأب ماسك الولد الصغير، والبنت بتقول يا ترى أنا لازم أطلب من الخادمة اللي هي تحضرك ماء الاستحمام. والأب بيقول لها لا أنا قبل ده أنا لازم أخد لي شوية شاي سخن الأول. وهي بتقول في بالها أنا فعلا بتساءل كم عدد الإخوة غير الأشقاء اللي بيعيشوا في القلعة دي. أنا فعلا ما فكرتش فيهم أبدا كإخوة. على كل حال دول مجرد أشرار صغيرين. وبعد كده الإخوة دول بيتكلموا بيقولوا يا بابا هو إيه ده؟ هو ده فعلا شخص؟ وبطلتنا بتقول في بالها أخيرا أنت هنا، ده شكله عامل زينا، ده مش مختلف عننا خالص. وفي واحد بيقول هو أنت غبية؟ ده مجرد شيء قذر. وساعتها هو بيضرب الولد. وهي بتقول في بالها هو أنت قصدك على الشخص ده هيقتلنا كلنا. والولد أول لما بيبص لها هي بتخاف جدا، بتقول أنا قلبي عمال بينط في مكانه بشدة الخوف، وده لما أنا شفته لأول مرة. بس في الوقت ده في حياتي الأولانية هو كان شكله جميل، ولكن دلوقتي قلبي مش قادر بسبب الخوف. وبعد كده الأب بيضربه تاني وبيقول ده مش هيستحق اهتمامكم خالص، يلا احبسوه في القبو.
وهي بتقول في بالها حتى لو انا عرفت ان الراجل ده مجنون، ولكن ده مش هيكون كفايه. وساعتها هي بتقول في بالها لا استنى، وهي بتقول دي ممكن تكون فرصتي. وساعتها هي بتقرب من الولد وبتقول له اعذرني، وساعتها هو بيبص لها بكل خوف وهي بتقول ايه العيون دي تاني، دي حاولت دايما تقتلني. ولكن خلينا نشوف ده بشكل صحيح دلوقتي، انت مجرد طفل تم احضاره للقلعه، بمجرد ان اعمل كل اللي اقدر عليه علشان اتجنب مقابله الشخص اللي هيقتلني ده لو هو شافني. وساعتها هي ما كملتش الجمله، هي بتقول له استنى هو انت بخير، وهي بتحاول تبتسم في وشه وده على اساس تساعده يعني، وبتمد له ايديها علشان تقومه. ولكن فجاه هو بيضرب ايديها دي وهي بتقع على الارض بكل خوف. وساعتها الاب بيقول له انت في ورطه دلوقتي، اضربوه لحد لما تخرج الكلمات من بقه، وده علشان ارتكب خطأ مميت زي ده. وهي بتقول في بالها ايه لا لا، وبعد كده بتجري على بابا بتقول يا بابا، وهو بيقول لها انت بتعملي ايه؟ وهي بتقول في بالها انا لازم اقول له اللي هو ما يعملش كده، بس انا حاسه ان الحلق بتاعي مسدود. انا في العوده بتاعت الرابعه كنت بصراحه في مزاج لقتل نفسي لو انا اضطريت لده، بس هو قال اللي هو هيعفو عني لو انا استخلصت كل دماء هيلدجار. ومع ذلك انا كان عندي فكره ساذجه بان ابويا مش هيعمل كده بيا، ولكن ابويا سابني مسجونه في الفيلا الجنوبيه وامر الخدم ان هم يقتلوني، وده لو انا ما اظهرتش اي علامه من علامات الندم. وساعتها انتابني خوف مختلف عما حسيت بيه لما واجهت شخص بيعاني من اضطراب في الشخصيه، شعور غامض بان كلمه واحده من ابويا ممكن اللي هي تقتلني في اي وقت وفي اي مكان. كمان الخوف من الشرير المجنون اللي ما بيرحمش حتى لحمه ودمه. من الصعب جدا حتى ان اقول حاجه تافهه زي دي، ولكن ده طلب مغفرة مش أكتر. دي فعلا حاجة بتؤلمني جدا. ولكن في مشهد غريب عكس كل التوقعات بتاعتنا، بنشوف الأب بيروح لبنته وبيحط إيده على دماغها وبيقول لها هو أنت مش بتحب إن أضربه؟ هو أنت مش عايزاني أعمل كده؟ وهي بتقول في بالها إيه هو ليه لطيف معايا فجأة كده؟ وهي بتقول له أيوه. وهو بيقول لها ليه؟ هو أنت حاسة إنك حاسة بالأسف عليه؟ وهي بتقول له أيوه. والأب بيقول خلاص أنا فاهم اللي أنت بتحس بيه على الرغم من الشفقة عديمة الفايدة دي، ولكن دي عاطفة موجودة عندنا كلنا. ولكن يا ليلي فكري في الموضوع، هو اعتدى عليكي وده معناه اللي هو أصدر تحدي ليا والهلدجار كلها. وهو بيقول لها مع ذلك أنت مش عايزاني نضربه؟ وهي بتقول في بالها يا مجنون، الاعتداء ده صفع على الكف بس، ده اللي ألحق العار بشرفك وشرف عيلتك كلها. وهي بتقول يا ترى انا لازم اقول له؟ يا ترى لازم اعمل كده؟ وهي بتقول له لا مش كده. وبيقول لها طب ايه يا ترى انا لازم اعمل ايه؟ وحد بيقول خليك قاسي، اضربه، ما تتوقفش عن معاقبته لحد لما يدرك خطيئته، لان دي هي طريقه الهلدجار. وهي بتقول في بالها ده بنفس الطريقه القذره اللي انت كنت بتعملها دايما. وبنشوفها وهي مضطربه جدا وابوها بيقول لها كويس جدا، وشكل هي اللي قالت كده. وهو بيقول لها ما تنسيش ابدا اللي انا قلته لك دلوقتي، ما تخلينيش احس اني اب سيء. وهو بيقول للحارس خده يلا، وفعلا الحارس بياخده. وهي بتقول كده خلاص انا كده اتقضى عليا. وده لما بتبقى في اوضتها لوحدها وبتقول دي كانت خطه نكسه برضا الشخص ذو الشخصيه المضطربه دي، ولكن انا ضامنه ان انا هفضل على قيد الحياه، ولو هو جه في القصر في المستقبل انا بدلا من ده كانت النتيجة عكسية تماما، وده بسبب اللي حصل دلوقتي. انا كنت بعتقد ان من السهل جدا فتح قلب طفل صغير، ولكن ده انا كنت مخطئة خالص. وقصدها هنا بفتح قلبه يا شباب اللي هو يفتح لها قلبه يعني لانها تكون صديقته وكده. وهي بتقول لفترة من الوقت فكرت في الموت وان ارجع مرة تانية، ولكن ده مش هيضمن لي ان انا هرجع للحياة. وساعتها بتاخد حاجة وبتبقى عايزة تهرب، وبتقول علشان كده في الحياة دي انا هعوضها بقدر اللي اقدر عليه. انا ما كنتش عايزة ابدا ان ارجع للزنزانة دي مرة تانية، انا لو تم القبض عليا فانا هكون في ورطة كبيرة جدا. وبعد كده بتروح للسجن فعلا، والحارس بيشوفها وبيقول ايه الانسة ليلي، وهي بتقول في بالها لحسن الحظ هانز هو اللي بيكون بالحراسة المرة دي زي ما هو متوقع. وهي بتقول له ازيك يا هانز، وهو بيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ وهي بتقول له انا عايزه بس ادي شويه دواء للطفل ده، وكمان انا ما حصلتش على اذن من ابويا، ولكن انا مش عايزه هانز اللي انا بحبه يتحول لقاتل. وهو بيقول لها ايه انت بتقولي ايه؟ وهي بتقول له يا هانز انت اللي ضرب الطفل ده مش كده، وده كان باوامر من ابويا. وبعد كده بتقول له بوش بريء هانز اب صالح ولكن ضرب طفل بريء،
لحد الموت، ودي حاجة وحشة بما فيه الكفاية، مش انت برضو تظن كده؟ وهو بيقول لها ولكن، وساعتها هي بتبص له ببراءة وبتقول ده دواء شفاف علشان كده مش هيسيب أثر كبير، وكمان أنا هخرج خلال دقيقة واحدة علشان كده أرجوك يا هانز. وهي بتقعد تبص له بعيونها البريئة وهو بيقتنع في الآخر، وهانز بيديها المفتاح وبيقول لها هيوصل مناوب جديد بعد ساعتين علشان كده انت لازم تمشي قبل الوقت ده. وهي بتقول له حاضر ما تقلقش، وهي طبعا بتكون حاسة بالإحراج، وهي بتقول يا ترى أنا ممكن أحصل على شوية مصابيح كمان؟ وهو بيقول لها خلاص تمام، علشان كده خلصي بسرعة. وفعلا هي بتخش للزنزانة وبتشوف الولد اللي مرمي على الأرض من كتر الضرب ومليان بالجروح، وبتقول ده فظيع، ده إنسان بيعذب طفل بالطريقة دي، وكمان الطفل ما اعترفش أبدا بأنه أخطأ، وده لحد لما وصل للحالة دي. انت كمان قاسي جدا، علشان كده انت اكيد هتكون البطل بعد كده، ولو انت ما قتلتنيش انا ممكن كمان اكون من العجبين بيك. افترض ان ده عديم الفايدة في الوقت الحالي. وهي بتقول في بالها بس ازاي انا هاكله الاعشاب دي؟ ده ممكن يكون فاقد الوعي، علشان كده هو مش هيقدر يبلعها، انا ممكن افركها بايدي وانا اديها. ولكن هي بتحطها في بقها، بتقول ان دي هي الطريقة الوحيدة، وهي بتقول له ده شيء انا اعتدت ان اكله، ولكن ده مفيد جدا للجسم، علشان كده انت لازم تاكله وخلاص. وهي بعد ما بتفركه ليه بتحطه له في بقه، وهي بتقول له انا عارفه ان الموضوع مش مريح، ولكن انت لازم تتحسن حالتك الاول. وبتقول في بالها بالمناسبه من المضحك ان يكون في شخص صغير جدا يبقى كبير كده في 10 سنوات بس، ده انا لو حتى قلت لكل الناس حواليا محدش هيصدقني. وبعد كده بتقول خلاص انا كده عملت اللي عليا، انا لازم ارجع وارتاح، انا مش تعبانه وبس، ده انا كمان حاسه بالدوار. اعتقد ان السبب في ان متوتره مش اكتر. ولكن فجاه هي بتحس بحاجه، وبنشوف الولد ده وهو ماسكها من رجلها، وهي ساعتها بتخاف جدا، وهي بتقول في بالها ايه هو مسك رجلي دلوقتي؟ وساعتها بتقول له ازيك؟ انا بقول لك كده في الحاله دي اكيد ده هيكون سوء فهم، ولكن انا ما عملتلكش اي حاجه وحشه، انا بس جبت لك شويه ادويه. وساعتها هو بيتف الدواء ده، وساعتها هي بتتضايق جدا وبتغضب منه، بتقول له انت ليه عملت كده؟ ده كان سمين جدا. هو انت بتعمل كده علشان انا اللي مضغته يعني؟ هو انت عارف ان بقي نظيف قد ايه؟ وهو بيقول لها هو انت ليه بتعملي كده؟ انت ليه بتعملي حاجات عديمه الفايده في كل مره؟ وهي بتقول ايه كل مرة؟ هو قال كل مرة دلوقتي صح، هو أكيد اتعرض للجلد بسببي، بس يا ترى كان في أي حاجة اللي هو يتف الدواء اللي أنا اديتهوله؟ ده أنا ممكن أكون خايفة جدا من إن أتعرض للأذى من شخص مجنون، ولكن أنا خاطرت بحياتي. وهو بيفضل ماسكها وبيقول لها أنتي، وساعتها هي بتقع على الأرض وبتقول في بالها أنا كده في ورطة. ودلوقتي هو بيتدخل مع مظهره البالغ، أنا جسمي كله مش بيتحرك زي ما عايزة. وهي بتقعد تقول في بالها لا انا كده لازم استمر في ان اواجه الشخصيه دي تاني، ما انا مش هقدر اعمل كده، لو انا كنت خايفه جدا انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل. وبعد كده هي بتقول له سيبني، وهي بتقول له انا قلت لك سيبني حالا، وهي بتزعق له، وساعتها هو بيسيبها. وهي اول لما بيسيبها بتطلع تجري والحارس بيشوفها، ولكن هي بتجري من غير ما تبص وراها، وبتقول في بالها انا خايفه جدا، كل اللي انا بخافه هو الشخص اللي بيعاني من انهيار في الشخصية ده، واللي انا هقابله بعد 10 سنين من دلوقتي. مش المفروض ان ده طفل محبوس في الطبق السفلي؟ لا انا شكلي كده غلطانة، بعد كل حاجة هو نفس الشخص، واول لما يكبر الطفل الصغير الضعيف ده هو اكيد هيقتلني. وهي بتقعد تقول في بالها ان الموضوع ده غير عادل جدا، وبتقعد تضرب في المخدة وبتقول ولكن انا حاسه بالبؤس والغضب، بدل من الانتقام من اللقيط اللعين ده انا ممكن افضل على قيد الحياه من خلال محاوله الظهور بمظهر كويس، ودي هي الطريقه الوحيده اللي انا ممكن فعلا اعيش هنا. وساعتها لما بتضرب الحيطه ايديها بتتكسر، وساعتها بتقعد تصرخ طبعا، وهي بتقول انا لسه عايز اعيش، ولكن يا ترى انا لازم اعمل ايه؟ حتى لو كانت دي هي الطريقه الوحيده اللي اعيش بيها، ولكن انا استفدت، انا فضلت اعيط كتير جدا، انا بقي وجعني وعينيا بتوجعني وراسي حاسس بالدوار، خلينا ننام دلوقتي، لان البكاء بالطريقه دي ده مش معناه ان الطفل هينجو. وهي بتقول في بالها انا لازم افضل عايشه، ده هو اللي انا وعدت بلارا. وساعتها بتصحى تاني يوم بتقول امبارح ده كان يوم بائس جدا، ولكن النهارده اشرقت شمس جديده، وده معناه ان انا لازم اناضل مره تانيه علشان افضل عايشه. ولكن اعتقد ان انا سمعت شخص بيقول حاجه اثناء نوم الليله اللي فاتت، يا ترى ده كان حلم؟ انا معرفش، ولكن ده مش مهم دلوقتي، يا ترى هينجح كفاحي علشان العيش في الحياه دي، وبعد كده
بنعرف ان الطفل عاش ومن بره شكله امن جدا، ومن قبيل الصدفه ابويا بدا يهمله وانا قدرت ان اخش واخرج من الزنزانه من غير ما حد يلاحظني، وهي كانت كل شويه تجيب له اكل وكمان دواء، وكمان هي وفرت له الاعشاب المفيده علشان يتشفي. وهي بتقول على كل حال رغم النظر لمدى رعبي وخوفي منه، ولكن انا ما اظهرتش ده خالص، انا استقبلته بابتسامه واتكلمت معاه واتحققت علشان اعرف اذا كان هو لسه بيكرهني ولا لا، ولو ما كانش العدو هو اللي قتل ابوك وامك فانت مش هتقدر غير اللي انت تحبه. وبعد جهود كتير جدا حصل التغيير اخيرا، والشخص ده ذو الشخصيه المكسوره بقى يكرهني اكتر من الاول وبشكل مكثف جدا، ولكن هو ما خدش اي حاجه من اللي انا جبتها له. فعلا الموضوع صعب جدا، انا قادره ان اشوف ده المستقبل اللي انا هموت فيه واضح قدامي دلوقتي. وبعد كده حد بيقول انا بفكر ان اروح للصيد النهارده، وشكل ده بيكون الاب. وساعتها بطلتنا بتستغرب جدا وهو بيقول مش هيكون في اي تأخير في البدء، علشان كده انا عايزكم تجيبوا اللي هم هيتبعوكم مسبقا. وهي بتقول في بالها هو ازعج نفسه بالاتصال بالكل النهارده وكمان جمعهم، ودي كانت هي النقطة الرئيسية، وكمان ده هيبقى صيد. وبنشوف الاخوات بيكونوا مبسوطين جدا وبيقولوا ايه ده صيد؟ ترى عدى وقت قد ايه من ساعة المطاردة الأخيرة، أنا هصطاد خنزير بري بكل تأكيد. وبطلتنا بتقول في بالها هم مش عارفين إذا كانوا حتى يتم اصطيادهم في المستقبل ولا لأ، هم ليه بيحبوا يعملوا ده كتير كده؟ في أحسن الأحوال إطلاق حيوان في وعاء وإطلاق النار عليه بسهم مش هيكون كفاية. وهي بتقول إيه؟ سهم؟ استنى، مستحيل، ده كان النهارده، الطفل ده اكيد هيموت النهارده. وهي بتقول في بالها دي فعلا حاجه مثيره للسخريه، انا ازاي نسيت النهارده؟ انا شكلي كده هغسل رقبتي واستنى اليوم اللي انا هموت فيه، انا ما عنديش طريقه علشان اعمل بيها اي حاجه. ولكن فجاه بتلمح واحد من الحراس بتقول استنى ده في طريقه، وفجاه بنشوفها وهي بتقول حلم اطاله العمر بيتحقق. وهي بتشوف الشخص ده وهو بيقول لها انا شخص مشغول وما عنديش اي وقت للمشاركه في مقالب السيده الشابه. وهي بتقول انا بتكلم بجد، وهو بيقول لها بس انا هيكون في كده كتير من المتاعب، وانت بتطلبي مني ان اسرق السوار اللي بيخص المركيز؟ وهي بتقول له ايوه انت تقدر تعمل كده. قال ايه يعني بتشجعه؟ وهو بيقول لها ايه المساله دي مش مساله امكانيه او استحاله. انت شكلك بتكرهيني كتير جدا، ولكن انا مش هيتم القضاء عليا بالطريقه الخرقاء دي. وهي بتقول له ما تسيئش الفهم، انا فعلا نفسي بالهيل من اللي هو يشتغل بامان والفتره طويله في قلعه المركيز. وبعد كده هي بتستفزه بالكلام وكأنها بتهدده وبتقول له انا ما قلتش لابويا ان فيلهيل زور دفتر الاستاذ. وساعتها بيقول لها ايه هو انت بتتكلمي عن ايه بالظبط؟ وبيعمل نفسه ليه مش عارف حاجه. وهي بتقول انا بتكلم عن التآمر مع مراتك في خريف العام الماضي، وده لكتابه دفتر استاذ مزدوج، وده كان فعلا مخيف جدا في الوقت ده، وده هو تمن اللهجه الوحشه، مش كده برضو فيلهيل؟ وساعتها هو بيقول لها يا ليلي يا انستي من فضلك ما تقوليش الحقيقه. وهي بتقول له بعيون بريئه انت مش محتاج انك تقلق، لو انت بس سمعت لطلبي فانت ممكن تجيبها لي مش كده؟ وساعتها بيقول لها انا فهمتك ما تقلقيش ارجوكي افضلي هنا لحظه. وفعلا هو بيخش لجوه وهي بتقول انا حاسه بالاسف على فيلهيل، ولكن على كل حال الحادثه دي هيتم الكشف عنها بعد 3 سنوات في معركه فوضويه، علشان كده من الافضل اللي انا استخدمه علشان انقذ حياتي. وبعد كده بتقول في بالها انا لقيت ده اخيرا. وبنشوف واحده من الخادمه بتقول يا سيدتي انت بتعملي ايه هنا؟ وهي بتقول ده هيروح لارض الصيد مش كده؟ وهي بتقول لها ايوه ده فعلا صحيح، ولكن هو ايه اللي بيحصل؟ وهي بتقول انا بحاول ان اركبه، وهي قصدها على العربه بتاعه الصيد. وبعد كده بنشوف الولد اللي اتقتل بالسهم ده موجود برضه في العربيه، وهي بتقول الموضوع لو مشي بشكل كويس فانا هفضل اراقبه. انا فعلا مبسوطه لان الموضوع بدأ بشكل كويس. انا قبل ما ارجع ولما انا سمعت خبر وفاة المريض النفسي ده اكتشفت السبب من خلال سؤال الخدم، واتقال اللي هو اقتاد لمنطقه صيد واتقتل سهم حاد ذو ريشه زرقاء، وانا طبعا مش عايزاه انه يتقتل. وليه اصلا يتقتل؟ انا كل اللي لازم اعمله هو اني اوقفهم، لو انا بقيت منقذه لحياته فهو اكيد مش هيكون قاسي معايا بعد كده. كل اللي انا محتاجاه هو الصور ده والموضوع هيكون فعلا ممكن. وبعد كده بنشوف الاخوات وهم بيستعدوا وبيقولوا بسرعه يلا خلينا نخلص الاستعداد دي قبل ما يجي المركيز. وبنشوف واحد منهم ماسك الولد الصغير وبيقول له يلا اتحرك بسرعه. وبطلتنا ليلي واقفه تراقب
بتستوعب الموقف كله وبتقول زي ما هو متوقع دول هياخدوا للغابة، أنا فعلا هطاردك. وفعلا هي بتفضل تستخبى وتمشي وراهم وبتقول في بالها لأي مدى هيتعمق لجوه الغابة كده. مفاجأة هو بيتوقف وهو بيقول له اسمع ما تفكرش. وهي بتقول ايه ده؟ هو بيقول ايه؟ المسافة بعيدة جدا وانا مش قادر اسمع اي حاجة بسبب الضجيج المحيط بينا. وبعد كده هو بيسيب الولد في نص الغابة وبيمشي وهي بتستخبى طبعا. بتقول ايه؟ انا ما قدرتش اسمع اللي هو قاله، ولكن على كل حال اعتقد ان انا اقدر اتحرك دلوقتي. وهو واقف هنا موطي راسه، هو مش عارف حتى ان ده هيكون قبره، علشان كده انا همنعه من انه يكون قبر ليه. وساعتها الولد بيلف وبيشوفها وهي بتقول في بالها ايه؟ هو عارف ولا ايه؟ ده فعلا مستحيل، هي دي البدايه. والولد بيقول لها هو انت بتتدخلي وجايه وراه لحد هنا؟ وهي بتقول في بالها اعتقد ان مش ده كل حاجه. وهي بتقول له هي فين الغابه؟ قال ايه يعني بتساله على الطريق؟ وهو بيقول لها يلا امشي. وهي بتقول له طب لو انا رفضت؟ وهي بتقول في بالها ده حتى مش سجن، هو ليه بيطلب مني ان اروح لاي مكان؟ انت شكلك غاضب، وده لان انا ما بقتش خايفه زي ما كنت قبل كده. ده شخص ذو شخصيه مكسوره بيبص عليا وكانه هياكلني في سجن كئيب، وانا ما كانش عندي الشجاعه خالص ان انا اعمل حاجتين في نفس الوقت. علشان كده انتهى بيا الموضوع بالعبث بطريقه سخيفه جدا. ولكن في الفضاء المفتوح والجميل ده مفيش اي حاجه تقدر تاثر عليا، وبالطبع ده مش مخيف خالص. قال ايه يعني مش مخيف؟ وهي اصلا شكلها مرعوب. وساعتها هو بيمد ايده ناحيتها وهي بتقول لا، انا لما بفكر في ده فده فعلا مثير للسخريه، انا اللي بيفضل يموت دايما، هو انا ليه بيبص لي بالطريقه دي؟ وهي بتقول له بالمناسبه هو انت اللي بتكرهني كتير كده، هو في حاجه غلط؟ يا ترى ده بسبب انك اتعرضت للضرب بسبب زمان؟ وهو بيقول لها لا انا مش بهتم. وهي بتقول له ايه؟ وهو بيقول لها ده مش بيهم خالص. وهي بتقول له انت بتقول ان ده مش مهم. وهو بيقول لها لا مفيش اي فايده من اللي انت بتعمليه ده، علشان كده استسلمي وقفي، لان مهما عملتي مفيش اي حاجه تتغير ابدا. وساعتها هي بتنزعج جدا من كلامه وهي بتقول له يعني ده معناه انك مش هتتوقف عن كره ابدا. وساعتها هي بتتضايق بتقول الوغد ده، بس استنى ايه ده في اشاره، والاشاره دي جايه من الصور طبعا. علشان كده هي خدته في المقام الاول، وفي ثانيه هي بتمسكه وبتنقذ حياته، وهي اللي بتاخد الضربه مكانه. وهي بتقول ايه؟ انا نجحت، انا فعلا نجحت. ولكن فجأة هي بتصحى تاني بتقول استنى، وانا نجحت؟ دي سنة 332 في الإمبراطورية، ده 11 مايو. ايه مت مرة تانية؟ هو ده كده الانحدار السادس؟ يا ترى ممكن ان انا اكون مت متأثرة بالسهم؟ فيلهيل بيسرق زوج من الأساور اللي ممكن اللي هي تبعت اشارات باستخدام السوار، ولما تقرب مني مجموعة من الصيادين وكمان الشخص المريض العقل ده بيبعت لفيلهيل اشارة من خلال السوار، وانا ساعتها هرمي نفسي ويصيبني السهم نيابة عن الشخص المريض النفسي، وانا هبقى كده البطلة بتاعته، وهي بتتخيل اللي هي بطلة يعني. فالايه كمان هو متأثر بيها، والشخص ذو الشخصية المكسورة هيتأثر بتضحيتي ليه ويفتح لي قلبه أخيرا. وهي طبعا أسات الفيلم تاني وهي بتقول أنا كده هفضل على قيد الحياة لوحدي بعد 10 سنوات، وفي اليوم اللي أنا هبلغ فيه 90 سنة أنا هعمل حفلة كبيرة جدا في عيد ميلادي. ولكن دي كانت خطة مثالية، ولكن هيحصل إيه لو أنا مت هناك؟ أنا بالكاد أصابني السهم في ظهري. يا ترى واحد من الفرسان قطع راس عدو ب4 سهام عالقة في ظهري. ده بيحكوا ان واحد من الجنود عانق طفل في ساحة المعركة واتغرس 5 سهام في ظهره. انا ما كنتش محظوظة المرة دي، خلينا نروح مرة تانية. بس كويس لحد ما المرة دي انا هشكل الموضوع من المرة الاولى بشكل كويس، ولو بدأ الشخص المصاب ده بانهيار الشخصية من جديد فبكده المفروض ان يتم يجره للقلعة. ولكن استنى لحظة، وفجأة بنشوفها وهي بتغمض عينيها وبتقع على الأرض، والخدم بيجروا بيقولوا يا سيدتي هو أنت بخير؟ وهي بتقول إيه؟ هو اللي بيحصل؟ مستحيل، أنا مت تاني. وبنشوف الخادمة بتكون مستغربة جدا بتقول إيه؟ وساعتها طبعا بطلتنا بتقول استنى، على الأغلب لأ يا ماري، هو النهاردة يوم إيه بالظبط؟ وكام الساعة كمان؟ وهي بتقول لها النهارده 12 مايو ودي الساعة 10 صباحا. تقول أنا مش متأكدة، ولكن ده أغمى عليا في اليوم الأول، بالإضافة ده اليوم اللي 12 مايو الساعة 10. وساعتها هي بتقوم تجري، والخادمة بتقول يا سيدة الشابة دلوقتي مش الوقت المناسب لده، ده دلوقتي هو في الطبق الأول.
وبتقول لها ان كده رجع الماركيز. وساعتها بطلتنا بتجري على طول من مكانها بتقول ايه ابويا رجع، انا لازم اتقدم بسرعه، انا مش هينفع اتاخر والا هيفوت الموضوع، انا شكلي كده هكون مكروه جدا النهارده، انا هموت على ايد ابويا المجنون ومش على ايد الشخص المصاب بانهيار الشخصيه ده. ولكن استنى، هو ليه بيعاملني بجد كده؟ ترى كان الموضوع اصلا كده اصلا، ومع ذلك انا مبسوطه، انا وصلت في الوقت المحدد، ولكن انا نجيت من الموت. وهي بتكلم ابوها بتقول لها يا بابا انا بعتذر ان اتاخرت عليك، انا جيت لك بسرعه لاني ما كنتش كويسه النهارده، يا ترى انا هتعرض للتوبيخ. وبتقول كده في بالها وهي بتشوف كل اخواتها بص لها وهي بتقول يا ترى انا اتاخرت قد ايه. ولكن بنشوف الاب بيقعد يضحك وهي بتشوف في بالها ايه هو بيضحك، هو مش كان غاضب جدا لدرجه اللي هو فقد عقله؟ والاب بيقول مذهل جدا، حتى بعد القيام بده انت جيت بسرعه علشان تقابليني، انا فعلا فخور بيكي جدا. وهي بتقول في بالها ايه يا ترى هو ده الحل، يا ترى ده معناه ايه؟ وبعد كده بنشوف ان جسمها مليان بالدم وهي عماله بتنزف كمان، وعلشان كده كان ابوها بيضحك المجنون. وهي بتقول ايه هو ده شبه اللي بيحصل ده، هو ايه ده؟ انا ما بقتش فاهمه حاجه، هي ايه الدماء اللي على لبس دي كله؟ وهو بيقول لها ده حتى بجسمك التعبان ده انت قطعت كل المسافه دي بخطوه واحده، علشان كده برك بوالديكي جدير جدا بالثناء، علشان كده انا هديكي امنيه واحده. وهي بتقول له ايه اتمنى؟ وهو بيقول لها ايوه، يا ترى انت في اي حاجه بتتمنيها؟ وهي بتقول له اللي انا بتمناه، وبتقول اكيد. وبتقول في بالها انا كده لازم اركع واصلي علشان الشخص يعاني من انهيار في الشخصيه دلوقتي، وبما انه ارتكب الذنب فهو هيتوسل اللي هو يسمح له اللي يدفع الثمن لوحده. وعلى وش الخصوص لو قدم عرض اعتذار دامع علشان ما يقتلش ليلي خالص. وهي بتقول بس استنى، يا ترى ابويا هيعمل ده اصلا؟ ده لما مجرد ما اقول كده انا اكون في السجن انا كمان، انا شكلي كده اضطر اروح للعلاج مره تانية. وهي بتقول له وانا ممكن اقول لك بعدين، انا في الوقت الحالي مش قادره افتكر اي حاجه لاني مبسوطه جدا انك رجعت سالم يا والدي. وهو بيقول لها ماشي اعملي كده. وهي بتقول في بالها هي ايه الرغبه دي، انا اعتقدت اني هكون محظوظه بس اللي هو ما وبخنيش، ولكن هو ايه الهري الكامل ده؟ وساعتها بترجع لودتها تاني وبتقف قدام المرايه وبتقول ايه هو ده ملوش اي معنى فعلا، ده وش شاحب زي وش طفل على وشك الاغماء وشعره خفيف، غير كده هو ايه الدم ده اصلا؟ يا ترى هو ده نزيف في الانف؟ يا ترى هو ده الشخص اللي انا لازم اشوفه دلوقتي؟ على كل حال البيت ده كلهم فيه مجانين اصلا. والخادمه بتقول لبطلتنا يا سيدتي من فضلك كل شويه دواء، وبتجيب لها شويه شاي كمان، بتقول لها ده مفيد جدا لاستعاده الطاقه، علشان كده انت لازم تشربيه من غير ما تسيبي قطره واحده بس وراكي. وهي بتقول فعلا استعاده الطاقه مهم جدا، شكرا ليك يا ماري، بس الاول انا لازم اغير ملابسي. وهي بتقول لها انت ما تعرفيش قد ايه انا كنت متفاجئه النهارده. والخادمه بتقول الماركيز لازم يرجع ويصحي السيده، يا ترى كم عدد نزيف الانف اللي اصابك؟ انت مسحت وشك وانت مستعجله، ولكن شكل كده كان فيه كتير جدا من الوقت علشان تغيري ملابسك. وهي بتقول ده كان نزيف الانف بعد كل حاجه، ده شكل كده في حاجه وقعت عليه قبل ما يغمى عليا. وهي بتقول لها شكرا ليك على عملك الشاق يا ماري، ولكن كان الموضوع افضل لو كان ده بسبب الملابس. وماري بتقول لها انا ما اعرفش احنا بنتكلم عن ايه، ولكن انا مبسوطه ان الموضوع نجح معاكي على كل حال. وبطلتنا بتشرب الشاي بتقول في بالها على محمل الجد صارت كل المواضيع النهارده على احسن حال، وده بفضل حقيقة ان ماري ما قدرتش تغير الملابس وانتهى بيها الموضوع للمغادرة وانا متغطاه بالدم. ولاني لفت انتباه ابويا وحصلت على حق التمني. وساعتها هي بتكح وبتقول استنى هو ايه نوع الشاي ده يا ماري؟ وماري بتقول لها انا قلتلك ده شاي كويس لاستعادة الطاقة. وهي بتقول لها لا هي ايه المكونات بتاعته؟ وهي بتقول ده من صنع رئيس الطهاة. وماري بتقول لها انت ليه اتخطيت العشاء بتاع امبارح؟ وساعتها طاقتك انخفضت، انت كده لازم تشرب الشاي. وهي بتقول ايه يا ماريا غبية، الموضوع مش اني اتصبت بنزيف الانف لاني ما اكلتش وجبة امبارح، ولكن ده علشان انا ما قدرتش اكل الاكل لاني نهارت اصلا. مش هيكون في اي فايدة في اني اشرح ده، ولكن هو انا فعلا فقدت الطاقة بتاعتي، ده انا اجريت فحص صحي على كل سنة، ولكن انا ما كنتش عندي مرض خالص، ده انا حتى لو رجعت انا مش بتصاب بمرض خالص، ده ما كانش موجود قبل كده. وهي بتشرب الشاي كله والشاي بيكون طعمه وحش جدا. ما بتقول في بالها شكله كده مرض نفسي ناتج على التوتر بتاعي، انا مت ورجعت للحياة كذا مرة، علشان كده من المستحيل ان انا ما كنتش متوترة. وبنشوف ماري بتقول لها كويس جدا، انا هجيب لك الشاي في الوقت ده كل يوم. وهي بتقول ايه
شاي تاني طبعا بسبب طعم الوحش، ولكن هي بتوافق. وماري بتقول لها غير كده مباشرة بعد الاستيقاظ أو قبل النوم أنا ممكن إن أجيبه ليكي. وساعتها هي بتقول لا يا ماري، هاتيه لما يكون ده مناسب ليها. وماري بتقول لها أنت لازم تستلقي دلوقتي وتحصل على شوية راحة، ده برضه مهم جدا. وهي بتقول لها ماشي. في بالها كان الطعم فظيع جدا، ولكن فنجان الشاي ده كان دافي جدا، وعلى الرغم من ان المطبخ بعيد ولكن مش مشكله. وبتقول في بالها زي ما انت عارفه يا ماري انا لو تعرضت لحادث فانا هغض الطرف عن اي حاجه. وهي بتقول ايه حادث ليه كده بس يا سيدتي؟ وهي بتقول لا مفيش حاجة، على كل حال إذا كنت هتتسبب في حادث فاعملي كده على محمل الجد. وساعتها بتضحك وبتقول لها ايه الحاجات اللي انت بتقوليها دي؟ وهي بتقول في بالها السنة الجاية لما تسرق متعلقاتي من غرفة نومي وتهرب يا ترى انا هقول ايه؟ بس خدي غرفة تبديل الملابس كلها معاكي. وبعد كده بيعدي اسبوع وده بيكون الانحدار السادس. وهي بتقول هي ما راحتش ابدا للسجن وما شافتش الشخص اللي بيعاني من اضطراب في الشخصيه ده خالص، والمره دي ده ما كانش بسببي، ده ممكن كان في اي مكان تاني، ولكن انا كمان ما كنتش عايزه ان اقابله في السجن. وبدلا من ده في اللحظه المهمه حصل ده النهارده، قررت انقذ حياته وتسويه الموضوع خالص بقى، والمره دي انا كمان مش هموت. وهي بتكون استخبت في العربيه زي المره اللي فاتت، وبنشوف الحراس بيقولوا يلا الكل ينزل بسرعه وفكوا ربط الخيول. وبطلتنا بتكون مستخبيه بتقول ده مشي، دي كل حاجة مش كده، أنا كمان سريع جدا. ولكن فجأة هي بتشوفه قدامها وكمان باصص لها، وهي بتقول في بالها إيه هو ليه بيبص لي كده وأنا تم القبض عليا؟ استنى أنا اتفاجئت كتير جدا. وبعد كده حد بيقول هو أنت ما سمعتنيش وأنا بقول لك اتحرك بسرعة؟ وساعتها بيضرب الولد جامد جدا في دماغه. ساعتها ليلي بتنزل من العربية وبتقول له أنت بتعمل إيه؟ وهو بيقول إيه البنت. وهي بتقول في بالها هو أنت ليه بتعامله بوقاحة كده؟ ده مش قادر حتى يتحمل على ظهره زي ما هو متوقع، ده مش بيمثل الأب مشكلة في العيلة دي بس، ولكن الخدم كمان برضه. وهي بتقول له اعتذر فورا، وهو بيقول لها ايه؟ وهي بتقول اعتذر للطفل اللي انت ضربته. وهو بيقول لها بس يا بنت الراجل ده. وهي بتقول ايه هو انت عايز تعتذر ولا اروح لابويا واقول له هقول له ان خاتم هيلدجار بيتجاهل كلامي؟ وساعتها طبعا هو بيترعب جدا وبيقول للولد انا اسف جدا، وفي الواقع انا ما قصدتش ان اضرب راسك، ولكن انا كنت بس بربط عليك مش اكتر. ولكن الولد بيقوله لا انت ضربته. وبقيه الخدم بيشوفوا اللي بيحصل وبيضحكوا عليه، بيقولوا انت شفت ده فعلا ممل جدا. وبنشوف الراجل ده متضايق جدا وبيقول على كل حال الوقت متاخر علشان كده تعالى ورايا. وهي بتقول في بالها انا من ساعه لما اديت القرار ده للعبد خفف حذره مني خالص، انا ما قدرتش اسمع اللي كانوا بيقولوا ساعتها، وده لانه كان بعيد جدا. خلونا نقرب شويه المره دي، حتى الشيء الصغير ممكن يكون تلميح. وفعلا هي بتقعد تتبعهم وبتكون واقفة قريبة منهم المرة دي علشان تسمع أي حاجة تتقال. والراجل بيقول له اسمعني كويس، ما تفكرش حتى إنك تمشي من الغابة دي، ولو خرجت من هنا. وهي بتقول في بالها ايه يا ترى هيحصل ايه لو خرج يعني؟ ما هو بيقول له هيتم استهدافك بالعشرات من الاسهم في وقت واحد. وهي بتقول ايه؟ والحارس بيقول له لو انت كنت مهتم بمعرفه عدد الاسهم اللي ممكن تضربك بيها مره واحده فانت ما تدورش كتير، انا فعلا فضولي جدا. والبنت بتقول شباب مجانين، يا ترى انا سبت التحذير للطفل ده انه يتجاوز 10 من عمره، من المحتمل ان دي رساله سابها ابويا. وهي بتقول في بالها الزباله الرهيبه ومثيره للاشمئزاز جدا دي، ولكن ما تتحمسش كتير جدا دلوقتي، خلونا نركز على الاشاره بس، انا لازم احفظه، ولو ده كان ممكن دي ممكن تصيب ذراعك اليسرى. وبعد كده اول لما بتنطلق الاشاره هي بتروح علشان تعمل زي المره اللي فاتت وتلحقه، ولكن المره دي هو اللي بيلحقها ويوقعها على الارض. وهي بتقول ايه هو ايه اللي حصل؟ ده مجنون، انا ما تعرضتش للضرب، ده خلاني اتهرب منه كمان، ودلوقتي كل اللي اتبقى عندي من الواضح اني اتهربت من ده، ولكن ليه اصابه السهم في ظهره؟ ده انا كده المفروض هيتم استهدافه بعشرات الاسهم في وقت واحد، انا فعلا كنت غبية جدا. وهي بتقعد تفتكر كلمات الراجل اللي هم هيضربوه باسهم اكتر، وهي بتقول شكل ابويا هنا النهارده، وانت بتخطط انك تقتله. وهي بتقول في بالها مش هيتم اصدارها للترفيه بس، ولكن ده تم استهدافها علشان تكون لعبة النهارده، علشان كده انت مش هتخرج من الغابة زي ما قالك كبير الخدم، وكمان انت مش هتعرف ابدا امتى هيطير سهم تاني عليك لو استمر ده
فكده هيموت مرة تانية، وكمان أنا ده مفيش أي طريقة تانية غير دي، ولكن أنا لازم أنقذه وأنقذنا أنا كمان. وهي بتشيله وبتقول أنا ما عنديش أي خيار تاني غير الاصطدام المباشر مع أبويا. وهي بتقول ده تقيل جدا، انا حاسه وكاني انهار، ولكن انا لسه مش هقدر اتوقف دلوقتي، انا لو وقفت هنا هو هيموت تاني، يلا يلا شويه مش اكتر. وفعلا بتفضل تمشي بيه وبتروح لابوها وهي بتقول ابويا انت قلت لي ان انت هتحقق لي امنيه، وانا هقول لك الامنيه بتاعتي دلوقتي وامنيتي. وهو بيقول لها يا ترى انت هتتمنى الامنيه هنا؟ وهي بتقول له ايوه. وهي بتقول له الطفل ده ارجوك انقذه. وساعتها هي بتقول في بالها انا قلتها دلوقتي، انا ما اعرفش ابويا هيعمل ايه. وبعد كده بنروح لمقر المركز هيلدجار وبتقول في بالها ده راجل مجنون، انا كنت عارفه ان الموضوع كان سيء، ولكن ده كتير جدا، ده انا انهارت كده في مكان زي ده وسط الغابه. وبعد كده هو انت عايز تناديني اول لما اصحى؟ ده حتى لو انا ما قدرتش ان اصحى، ولكن ليه المكتب ده؟ المكتب بعيد جدا عن غرفه نومي، وكمان انا ما اعرفش ليه النوع ده من الاشخاص جه معايا. وفعلا هي بتتوجه ناحيه مكتب المركز وبتقول في بالها على كل حال انا لازم على الشخص المصاب باضطراب الشخصيه ده اللي هو يقدر مجهودات شويه بقى. بس على كل حال دي هي قصه انقاذ الاب المجنون ده لحياتي. وبعد كده الخادم بيخبط على المركز وبيقول له انا جبتها لهنا، وهو بيقول خلاص خش. وهي بتقول له يا بابا هو انت ناديتني؟ وهو بيقول لها قربي. وهي بتقول في بالها انا فعلا بكره ده، انا بحس بالقشعريره بمجرد ان ابص لعينه، من حسن الحظ اللي هو ما حنطش البشر. وهو بيقول لها هو انت ليه عملت كده؟ وهي بتقول في بالها ساعتها يا ترى انا لازم اقول ايه؟ من الصعب الاجابه على السؤال ده لاني اصلا ما اعرفش مقدار اللي هو عارفه. يا ترى من الممكن ان ويل هيل ما قدرش اللي هو يستعيد الصور بتاع ابوه؟ والاب بيقول انت ركبت العربيه من غير اذن وكمان اتسللت للغابة، أنا بسألك عن السبب. وهي بتقول في بالها لحسن الحظ هو فهم ويل الموضوع بشكل صحيح، وبتشوف إن ويل خد منها الصور في ثانية، وده بشكل يبين اللي هو قال إيه يعني خاف عليها. وهي بتقول في بالها زي ما هو متوقع هو قادر جدا إنه يختلس أو يسرق بمنتهى السهولة. وهي بتقوله في الحقيقة ده بسبب الطفل ده، أنا ركبت العربية علشان أشوف الطفل وانتهى بيها الموضوع إني رحت للغابة. وهو بيقول لها أنت قصدك إن الطفل ده اللي أنت طلبت إنقاذه؟ وهي بتقول له أيوه. وهو بيقول لها بس أنا سمعت إنك ركبت العربية قبل كده مش كده؟ أنت قلت إنك ما قدرتيش إنك تروحي للصيد من غيره. وهي بتقول في بالها إيه هو قدر يستوعب الخدم كمان، وده لما أنا كنت فاقدة للوعي، ده فعلا فظيع جدا. وهي بتقول ده علشان أنا كنت عارفة إن الولد ده هيركبها أصلا، أنا سمعت حد بيتكلم في الردع عنه. وبتقول في بالها بغض النظر عن مدى فظاعة الموضوع فأنا مش لاقية أبدا دليل على إن الكلمات دي هتكون كاذبة، ومن غير المحتمل إن يكون هو فرض الصمت بشأن مسألة بتتعلق بالطفل، وده لأنه مش هيستخدم ده إلا كفريسة. وليلي هنا بتستخدم جانبها الشرير، وهي بتقوله أنا كنت حاسة بالفضول بس علشان أعرف نوع الطفل اللي كان محبوس في السجن، علشان كده أنا كنت مخطئة جدا. وهو بيقول لها أنت إيه حاسة بالفضول؟ بغض النظر عن كل ده أعتقد اللي أنت حبيتيه فعلا، وده بما يكفي علشان تتبعيه للغابة لدرجة انك حتى تحضنيه بشكل وثيق جدا. وهي بتقول في بالها انا توقعت انه يعمل كده، ومع ذلك ده استخدم سهم. خلينا ما نفزعش، وده لانه مش مستغرب طالما انا عرفت انك انت مش انسان اصلا. وهنا يا شباب بنعرف ان ابوها عرف اللي هي معاه، ورغم كده ضرب السهم برضه. وهي بتقول انا بس بعمل اللي لازم يتعمل. وهو بيقول لها ايه؟ وهي بتقول له انا نادمة بصدق، مهما كان العقاب اللي هتعاقبني بيه انا هتقبله بلطف، انا فعلا بوعدك بده. ومع ذلك فالطفل اللي انا اتمنيت انك تنقذه ده يا ترى انت ممكن تديهولي؟ ما هو بيقول لها يبقى انت كده مش هتحصلوا على هديه عيد الميلاد للسنه الجايه او حتى لبقيه حياتك، وكمان يا ترى انت هتقدري تديني ايه مكانه؟ وهي بتقول له ايه؟ وهو بيقول لها عندك ايه تقدمهولي؟ وهي بتقول انا هكون ابنه صالحه، هكون افضل من اي شخص تاني. وهو بيقول لها طب ما في فعلا اشخاص كتير جدا صالحين. وهي بتكون مستغربه جدا ومش عارفه ترد. بتقول في بالها ده صحيح، ده ما فيش اي حد في البيت مش طفل صالح، ما حدش يقدر يكونش كده اصلا، حتى لو كان فيه فهم كلهم مش هيكونوا موجودين في العالم ده. وبعد كده بتقول له خلاص. وهو بيقول لها يعني انت عندك حاجه تقدميها؟ وهي بتقول
في حاجة وانت هتحبه جدا وانا بوعدك بده. وهو بيقول لها بجد قوليلي. وهي بتقول له انا وخلال العام ده، وبتفضل تقول له حاجات ولكن مش بتكون مكتوبة لينا. وهو بيقول لها هو ده كل حاجة؟ هو انت فعلا هتقدري تكوني مسؤولة عنه؟ وهي بتقول له بالتأكيد. وهو بيقول لها طب هيحصل ايه لو ده كان كذب؟ وهي بتقول له انت تقدر تقطع راسي. وهو بيقول لها ايه تمام كويس جدا، انا هاخد كلماتك دي على محمل الجد واديهولك، هو ملكك من اول دلوقتي، اعملي فيه اللي انت عايزاه. وهي بتقول له ماشي شكرا ليك يا والدي. وهو بيقول لها بطبيعه الحال ارجو انك تتفهمي ان الصفقه دي منفصله عن عقابك بالطبع وانت تقدري تمشي. وهي بتقول له ماشي، وبتقول في بالها شكرا ليك يا غبي، بس ده طلع كويس جدا، انا كسبت شويه وقت، شكل كده ان الطفل ده انقذني، ولكن ده مش مهم، وده لانه ممكن ما يكونش انقذني عن قصد. ده فعلا صحيح، انا مش بديل ليه باي حاجه، انا ممكن ما اكونش منقذتك ولكن انت اديتني شويه وقت، علشان كده انا لازم افوز بقلبك. لو انا خليته جنبي طول حياتي وعملته بشكل كويس فهيفتح لي قلبه في يوم من الايام، مش كده؟ ده اكيد هيحصل، انا ما سبقش ليا وانه فتح لي قلبه قبل كده ولا حتى مرة واحدة. وساعتها بنشوفها يا عيني وعمالة بتعيط وبتقول كده هينجح الموضوع بطريقة ما. بس خلينا نفكر في الموضوع. قالت ماري انه كان في الطبق الاول واعتقد ان دي كانت الغرفة، وبتقول بما انه بقى ملك دلوقتي فالمفروض اللي انا بص عليه حتى لو عملت شوية ضجة فده مش هيكون في أي مشكلة. وبعد كده بنشوف الخادمة خارجة من الأوضة بتاعته وماسكة اللبس بتاعه اللي مليان دم، وبطلتنا بتخش الأوضة عليه وبتقول في بالها بالنظر للضمامة النظيفة دي شكل الجرح ما كانش عميق، بس هو ليه بيتنفس بصعوبة؟ ده كمان بيتعرق كتير جدا، انت اكيد مش بتعاني من حمى مش كده؟ يا ترى هو ده عرق بارد؟ ده افضل من الاصابه بحمى بكل تاكيد. وفجاه بنشوفها وهي عينيها بدات تدمع وبتقول في بالها اعتقد ان انا بميل ان انا اكون كاهنه احسن، انا عارفه ان لازم اسيب الموضوع يعدي كده ولكن انا فعلا مش قادره اسيبه، انت لو كنت مستيقظ فده هيخليك غاضب جدا اكيد، وده مش عمل تطوعي اكيد. وساعتها هي بتقعد تنشف له العرق بتاعه بالمنديل بتاعها وهو بيقعد يقول سيء، وهي بتقول ايه بعد كده؟ هو بيقول سيل، ما طلعش بيقول سيء ولا حاجه، ده بيقول كلمه سيل. وهي بتقول ايه؟ هو بيتكلم اثناء نومه وبيقول سيل؟ هي مين سيل دي؟ هي دي صديقته. وهو بيقعد يقول يا بابا يا اخواتي ما تموتوش ارجوكم، وبيقعد يعيط وهو نايم وبيقول انا اللي كنت غلطان. وبطلتنا لما بتسمع كده بتتضايق جدا وبتقول ايه؟ هو كان عنده عيله ولكن من الواضح اللي هو كان في دار ايتام، ممكن كان دار الايتام ده هو منزل الطفل ده وابويا هو اللي ولع فيه. الناس اللي كانوا هناك كلهم ماتوا، دي كانت عيلته، والمنزل اللي كان فيه مع عيلته اتولع فيه واحترق كمان قدام عيني. ما تفكريش في الموضوع ده، انا ماليش علاقة بالموضوع، انا كنت طفلة في الوقت ده وفي شخص تاني مسؤول عن ده اكيد. وبعد كده هي بتتخيل منظر الراجل، تقول ايه الراجل ده مرة تانية؟ وهي بتقول لا انا مش عايز اموت، مش عايز اموت مرة تانية. وهي بتقول هو انت عملت ده برضه مهما هربت بسبب الذكريات اللي بتلحقه دي؟ يا ترى بسبب كل ده انت بكيت دلوقتي؟ وهو بيقعد يعيط وده طبعا هو نايم. وبعد كده بنشوفها في اوضتها على سريرها وهي عمالة بتعيط برضه وبتقول انا حاسة بالاسف على عدوي اللي قتلني كذا مرة، وبعد كل حاجة انا فعلا ممكن اكون كاهنة. والخادمة بتقول لها سيدتي وانت مستيقظة؟ وبتقول لها ايوه يا ماري. وهي بتقول استعد الطفل اللي كنت قلقان عليه وعيه. وهي بتقول لها ايه بجد؟ انا هاكل الاكل واروح له على طول، انا هتصل بيك لو انا كنت محتاجه اي حاجه، علشان كده انت لازم تاخدي شويه راحه. وبتقول لها حاضر يا سيدتي. وماري بتقول لها هو انت عايزه في انك تحضري بعد كده وتاكلي 3 أكواب من الشاي الصحي ده؟ وبتقول لها ايوه، وهي طبعا بتكرهه. وبعد ما بتقفل الباب هي طبعا بتكون متضايقه، بتقول على الرغم اني قلت على نفسي كهنه ولكن انا لسه خايفه، انك تكون فقير دي حاجه مؤسفه جدا والحياه فعلا سمينه، ولكن انا لسه لازم عليا ان اعمل كده. بس يا ترى انا هقدر عليه؟ انا اجريت محادثه مع واحد من الاشرار، فيا ترى ايه اللي ممكن ما اعملوش يعني؟ وبعد كده هي بتروح له بتقول له ازيك عامل ايه، وهو مش بيرد عليها. وهي بتقول له انت جراحك كويسه؟ يا ترى بيألمك كتير جدا؟ هو انت لسه مش شايف اللي هو مريح؟ وهي بتقول في بالها هو ليه بيتجاهل كلامي دلوقتي؟ ده قال الطبيب ان مفيش اي اثار لاحقه. وهي بتقول في بالها خلاص خلينا نشوف كم من الوقت هيقدر يصمت. وهي بتقعد طبعا ترغي معاه وبتقول له ازاي جراحك؟ ده فعلا بيألمني كتير جدا، يا ترى ده غير مريح؟ يا ترى انت كلت؟ انت لو ما قدرتش توصل هناك بنفسك انا ممكن اجيبه لك لحد هنا، وكمان انا هاكلك، انت ممكن تطلب مني ان اعمل لك اي حاجه خفيفه
وده باستخدام اسمي، ولكن هو برضه مش بيرد. وهي بتقول في بالها هو ماله الراجل ده قاسي ليه كده وصعب، ولكن انا كمان عندي طريقه. وهي بتقول صحيح انا نسيت ان اقول لك شكرا على انك انقذتني في الغابه. وساعتها هو بيبص لها وهو بيقول لها دي ما كانتش نيتي ابدا. وهي بتقول له انت علشان حمتني ما صابنيش السهم. وهو بيقول لها دي ما كانتش نيتي. وهي بتقول له يعني كل الحاجات دي كانت صدفه؟ وهو بيقول لها ايوه. وهي بتقول له خلاص. وبتقول في بالها صحيح انا اصلا ما اعرفش هو ازاي عرف ان السهم هيطير وهو هينقذني. الحاجة الوحيدة المهمة اللي احنا نبدأ محادثة. وهي بتقول له مع ذلك شكرا جدا ليك، سواء كان ده صدفة او اي حاجة تانية، فده مش بيغير حقيقة انك اتصبت بالسهم بسببي انا. وهو بيقول لها بس انا مش كده. وهي بتقول له انت منقذ حياتي، ومن اول دلوقتي تم معاملتك وفقا لده. خلينا نتفق بشكل كويس في المستقبل. وهي بتقول في بالها ارجوك من فضلك انقذني بعد كده. وهي بتعمل نفسها بريئة قدامه. وهو بيقول لها انت ليه بتعملي كده؟ وهي بتقول ايه انت قلت ايه دلوقتي؟ وهو بيقول لها اتظاهرك ان ما سمعتيش اي حاجه. وهي بتقول له ليه هو انت قلت ايه؟ وساعتها هو بيتضايق منها جدا. وهي بتقول صحيح انا فكرت في الموضوع مره تانية، انا ما اعتقدش اني سمعت اي حاجه. وبتقعد تضحك ضحكه سامجه. وبتقول في بالها مع ذلك شكلي فيه شويه تقدم اهو، مش كده؟ ده ما طلبش مني حتى ان امشي لبعيد. شكل كده ان الوهج المميت في عينيه بقى الطف شويه. خلينا نفكر في الموضوع. احنا حتى ما نعرفش اسامي بعضنا، ولكن انا عارفه اسمك. ده بيت من اغاني الشعر. انت كنت موضوع متكرر في كل حته، سواء من عامه الناس او من النبلاء، فانا بعيش واسمع اسمك على افواههم كلهم. كان الموضوع وكأن المسامير كانت ملتصقة بودني. ومع ذلك فالاسم الكامل هو أساس الأساسيات. وهي بتقول أنا اسمي ليلي، ولما بيكون فيها أشخاص آخرين في الجوار تقدر تقول يا أنسة ليلي، بس أنت يا ترى أنت اسمك إيه؟ وهو مش بيرد عليها. وهي بتمسكه من خدوده وبتقول له أرجوك اسمعني، هو أنت معقول إنك مش هتقول لي؟ وساعتها بتديله على دماغه بإيديها، وطبعا ده بهزار. وهي بتقول له خلاص أنا هسميك اللي أنا عايزاه. وبتقول في بالها في دمية أرنب أنا كنت بحبها جدا لما أنا كنت صغيرة وكان اسمه كاسيون. وساعتها هو بيقول إيه كاسيون؟ وهي بتقول إيه وإيه اللي حصل؟ هو بيقول لها أنت ليه قلت الاسم ده؟ وهي بتقول في بالها انا ممكن اكون متفاجئه مش كده، ولكن انا ناديته باسم هو ما قالهوش ليا قبل كده. انا ممكن احس بشويه حرج، ولكن بنشوفه وهو باصص لها بكل غضب. وساعتها بتخاف جدا. بتقول ايه هو ليه بيبص لي بالشكل ده؟ هو انت فعلا بتبص لي كده لاني قلت لك باسمك بس؟ انا فعلا بتساءل اذا كانت المناداه باسمك خليتك تحس بالسوء ده كله. وهي بتزعل كتير جدا، ولكن فجاه هو بيلاحظ ده، هو بيغير نظرته دي وبيقول لها انا اسمي سيون. وهي بتقول له ايه؟ وهو بيقول لها انت ناديتي عن اسمي، انا اسمي سيون. وهي بتقول له سيون؟ وهو بيقول لها ايوه. وهي بتقول له وانا فعلا ممكن اناديك بالاسم ده؟ وبيقول لها ماشي. وهي بتقول في بالها انا لما كنت بناديك سيون كان بيبص له كانه هيقتلني، ولكن دلوقتي هو بيقول لي ان اقول له سيون. مش هما الاتنين نفس الحاجه ولا ايه؟ على الاقل اصبح اقل عدوانيه، وده انجاز كبير جدا. وعلى كل حال ده شخص انا مش هقدر افهمه. وهي بتقول له شكرا ليك على انك خلتني انا اقول لك باسمك. وهي بتكون مبسوطه جدا. وهي بتقول انا همشي دلوقتي، انا افتكرت حاجات عاجله، استريح كويس وانا هجيلك تاني. مع السلامه يا سيون. وهو بنشوفه لأول مرة وهو بيبدي مشاعر أخيرا وبيقول إيه كاسيون. وبعد كده لما كان الطفل ده بيعيش في الشارع بنشوف حد بيقول يا عزيزي أنت عمرك قد إيه؟ كان في دايما أشخاص بيسألوه عن عمره من وقت للتاني، وعادة ما بينسى الناس أعمارهم لما بيعيشوا في الشوارع، ولكن سيون كان بيقول لهم إنه عمره 5 سنوات، ولكن الطفل كان عارف عمره بالظبط. وفي حد بيقول هو انت ولد ولا بنت؟ انت شكلك جميل جدا وانا فعلا مش قادر احدد. وكان في شخص دايما بيسأله اذا كان ولد ولا بنت، وهو بيقول انه ولد. وحس الطفل بالدهشة لعدم معرفتهم، ولكنه اجاب. وكان السؤال ده اسهل من اخبارهم بعمره. وللناس بتتكلم بيقولوا هو انت ليه بتتكلمي مع متسول؟ الاطفال دول مجموعة من الجراثيم. ولكن الست بتقول ده مجرد مسكين. وبعد كده راح لدار ايتام شعاع الشمس، وهم قالوا له انت اسمك ايه؟ والسؤال ده محدش سأله قبل كده ليه. والطفل بيقول للراجل اللي بيسأله بيقول له هو انت متسول؟ وهو بيقول له ايه؟ وهو بيقول في باله هو ده غلط، هو قال دي مجموعة من الجراثيم، طفل قذر كمامة. ولكن الراجل التاني بيقول له وقف اللي انت بتقوله ده، انت عندك اسم مش كده. وهو بيقول له مش دي الحاجات اللي هم بيقولوا لي بيها؟ مش دي برضو اسماء؟ والراجل التاني بيقول له دي ما تعتقدش ان دي كلها اسماء، اللي انت قلته ده مش اسم خالص،
وهو بيقول له خلاص انا ما عنديش اي اسم. وساعتها هو بيقول له مش مشكله، انت تقدر تختار اسم يعجبك بعد كده، ولكن انا اخترت اسم انا كمان، انا اسمي كاسيون. وهو بيقول له ايه كاسيون؟ وهو بيقول له ايوه، لما تناديني ناديني بالاخ الكبير. وهو بيقول كاسيون هو كمان. وهو بيقول له انا هسمح لك بده مؤقتا، انا محتاج لوقت علشان افتكر الاسم، بس انت كمان هتحتاج لاسم مؤقت علشان تتنادى بيه، والحد ده انت تقدر تختار اسم. ولان شعرك بيلمع بلون ذهبي جميل، فانا بعتقد ان شمس هيكون كويس جدا. ولكن بتيجي واحده بتقول له ايه هو ايه الاسم ده؟ وهو بيقول لها يا ادل هو انت جيتي؟ وهي بتقول له دلوقتي انا سمعت حاجه غريبه اول لما وصلت. وهو بيقول لها ايه ليه؟ وادل بتقول يا شباب اجتمعوا حالا. وهم بيقولوا ايه اللي بيحصل؟ في واحده بتقول هو مين ده؟ وهي بتقول لهم هو انتوا عارفين الطفل اللي هيعيش معانا من اول دلوقتي موجود اهو. وهم بيقولوا ايه ده احنا فعلا اتشرفنا اننا عرفناك، خلونا نتعاون كويس. وهو بيقول ايه هم دول اخواتي، بنشوف فيهم سيسيل وري وأدل وأسيل ومايك كمان. وهي بتقول له ناديهم حسب العمر، عندك أديل وأسيل ومايك. وهي بتقعد تقول له الأسماء، وهي بتقول له الاسم مش مشكلة دلوقتي. وكاسيون أطلق عليه اسم شمس. الشمس قال. وهم بيقولوا إيه ده فظيع جدا وكمان غير ملائم. وبيجي واحد بيقول له وأنت أكلت حاجة غريبة؟ والراجل التاني بيقول لهم خلاص إذا كان ده رأيكم فخلونا نسأل الشخص المعني بشكل مباشر. إيه رأيك في شمس؟ يا ترى أنت بتفضله؟ أنا عايز أعرف إذا كان الاسم المؤقت شمس اللي أنا قلته عليك ده بيناسبك ولا لا يا شمس؟ هو انت تقدر تجاوبني؟ هو بيقول له انت استخدمت اسم شمس كذا مره. وهو بيقول له خلاص انا بحب شمس. والاول مره الطفل ده بيضحك، وساعتها البنت اللي اسمها ادل دي بتقول يا للسخريه، وبتكون متضايقه جدا. وقال ايه يعني بتعمل نفسها فاقده الوعي. والدار الصغيره للايتام دي بقى فيه عضو جديد باسم شمس، وطبعا كلهم بيحبوه هناك، وهو بيقضي وقت جميل جدا معاهم في الصيف بقى وفي الشتاء، في اي وقت هم دايما بيكونوا مجتمعين سوا. بنشوف كاسيون بيقول له السبب اللي خلاني ادعوكم كلكم النهارده هو ان اعتقد ان جه الوقت علشان اختار اسم حقيقي لشمس. وكلهم بيقولوا احنا موافقين. وحد بيقول انا حسيت بالكشعريره اصلا كل لما ناديت باسم شمس ده. ايه رايك يا شمس؟ هو انت عندك اسم مفضل في ذهنك؟ وهو بيقول انا عايز اكون كاسيون. وهو بيقول له ايه كاسيون؟ وهو بيقول له ايوه انا بحب اسم كاسيون. وهو بيقول له بس ده اسمي. وادل بتقول له وايه المشكله؟ اعتقد ان اسمك فعلا بيناسبه شمس اكتر مما بيناسبك انت. وساعتها هو بيقول ايه ليه؟ وهم بيقولوا لازم ان يكون لكل شخص اسم يناسب مكانته، والاسم جميل جدا بيناسب الشخص الجميل. وهم بيقولوا ده صحيح، من اول دلوقتي شمس هو كاسيون. وكاسيون بيقول لها سيسيل حتى انتي. وبنعرف ان كاسيون اتخلى عن اسمه وقدمه لشمس، وطبعا كلهم كانوا بيزعقوا له علشان يعمل كده. وكاسيون بيقول له يا شمس انت ما كنتش بتتكلم جد لما قلت انك بتحب اسم كاسيون مش كده؟ فانت فعلا بتحب اسم كاسيون؟ هو بيقول له ايوه. وبيقول له يا للعار انت فعلا خنتني، انت ازاي تتجرأ تعمل كده بعد ما ربيتك؟ وهم بيمسكوه بيقولوا له يا جدع ما تبقاش سخيف بقى، ده هو اصلا لسه بنفس الحجم اول لما جه. فهو بيقول لهم خلاص انا هختار اسم سيون اسم ليا. وكاسيون بيقول ايه سيون صحيح؟ وبيقولوا ايوه. وهم بيقولوا انا كنت هضطر لتغيير اسم القبيح، ده فعلا محزن جدا، كان المفروض تدفع الثمن اختيارك لاسم شمس. وطبعا كل الاطفال شمتانين في كاسيون، وده علشان شم شمس من الاول. ولكن بنشوف واحده رايحه جنب سيون وبتقول له سيون فعلا اسم جميل، انت دلوقتي مش شمس انت سيون مش كده؟ وبيقول لها اسمي هو سيون. وبالمناسبه كان لسيون دار الايتام ده بمثابه البيت، ومكان اداله اسم مكان دافي علمه ايه هي العيله، وكان بيحتضن كل بمحبه. كان فيه اشخاص كانوا بمثابه والديه الحقيقيين، ولكن حتى السعاده الصغيره دي ما كانش مسموحة لسيون لفترة طويلة. وبعد كده هو شاف كل عيلته وهي بتولع، وبيقول يا ماما يا بابا، وبيقعد ينادي على كل الأسماء وبيقول استنوني استنوني شوية بس أنا أكيد أنقذكم. كانت الأشياء الثمينة جدا للأطفال وكلهم اتبلعوا جوه النيران الحارقة. وهو بيرجع فلاش باك وبيفتكر الفترة اللي كان فيها مع واحدة في السوق، وواحدة دي كانت طبعا من الملجأ، وهي بتقول له يا سيون بص كده دي فراخ حية، ده بيبيعوا كميات ضخمة جدا من اللحم مش كده؟ وبيقول لها ايوه ده هو السوق.
ولكن احنا ليه جينا للسوق الصبح كده خاصة في يوم عيد ميلادك؟ وهي بتقول لأن عيد ميلادي أنا في حاجة عايز أشتريها. وسيون بيقول لها هو أنت معاك فلوس؟ وهي بتقعد تضحك وبتقول له أنا اداني كاسيون هدية، وده لما أنا هو بلغ ال 19 من عمره وبدأ يدور على شغل، وكان بدأ فعلا إنه يكسب فلوس. وسيون بيقول لها يبقى مجرد ما حصلت على فلوس أنت عايزة تنفقيه كده؟ وهي بتقول له كان حلمي هو إن أشتري هدية لوالدي، وفي الأصل أنا كنت عايزة أعمل كده بالفلوس اللي أنا هكسبها، ولكن أموال كاسيون هي أموال أنا كمان. وهو بيقعد يضحك ساعتها وهو بيقول لها على كل حال أنا هساعدك في إنك تجيب الهدية دي بسرعة. وهما الاتنين بيكونوا مبسوطين جدا مع بعض. والبنت دي بيكون اسمها سيسيل، وبعد كده بيروح علشان يشتروا الهدية وبيشوفوا جزم وكمان بيقعدوا ياكلوا، وبنشوف واحدة ماشية على الحبل وواحد بيطلع نار، وطبعا هما الاتنين مندهشين بده. وسيون بينادي عليها وبيقول لها سيسيل، وهي بتقول له نعم. وهو بيقول لها احنا كان عندنا وقت للعب كده، هما قالوا ان اجرة العربة هتتضاعف بعد غروب الشمس، وساعتها هي بتكون نسيت وبتقول صحيح. وهو بيجري وبيقول لها صحيح خلينا نتكلم مع اخونا الكبير. وهي بتقول له لا احنا مش هينفع نكذب، دي هدية مفاجأة. وساعتها هما بيركبوا العربية وهو بيقول لها ما اعتقدش ان فيها اي حد هيحس بالقلق. وهي بتقول هما ممكن هيفكروا ان احنا رحنا مرة تانية لاصطياد الحشرات، كان الموضوع كده هيكون رائع جدا. وبعد كده بيخش العربية وهي بتقول صحيح. وهو بيقول لها ايه في حاجة ولا ايه؟ وهي بتقول له الورقة اللي انا كنت بستخدمها كانت متقطعة تماما، وانا افتكرت اللي هي ممسحة، وانا كنت ناوي استخدمها علشان انضف الارض، ولكن الورقة دي اللي كنت بستخدمها طلعت فلوس. انا كنت عايز اشتري لك ورق وقلم رصاص بالفلوس دي. وهو بيقول لها ايه لو انا كنت محتاج ليهم كنت اشتريتهم بالملف بتاعي الخاص مش كده؟ وهي بتقول ايه طب هيحصل ايه لو انت معكش فلوسك الخاصه؟ وهو بيقول لها لا انا عندي فلوس، ده سر بيني وبين امي وابويا، ولكن في بعض الاحيان انا كنت بروح للشغل مع كاسيون. وهي بتقول له صحيح قوتك فعلا هائله جدا، خلاص يبقى انت اشتري الورق والقلم والرصاص بالفلوس بتاعتك، بدلا من كده لما اكسب فلوس بعد كده انا هشتري لك مجموعه من ادوات الرسم. وهو بيقول لها ده ممكن يكون مكلف جدا. وهي بتقول له مش مشكله انا بس محتاجه ان اكسب كتير من الفلوس. وبعد كده هما بيتوعدوا وهي بتقول له بدلا من ده انت لازم تيجي معايا علشان تشوف السوق مرة تانية. وهو بيقول لها ده فعلا مقبول جدا، وده كان الوعد اللي بينهم. وبعد كده هي بتنام وبتقول ولكن في المرة الجاية خلينا نيجي اثناء النهار بدل من الصباح الباكر ده، انا حاسة بالنعاس الشديد فعلا. وهو بيقول لها خلاص نبي شوية وانا هصحيك لما نوصل. وفعلا هي بتنام على كتفه، ولكن هو كمان بينام. واول لما بيروح لهناك هو بيشوف حريق وبيقول ايه ده الاتجاه ده في منزلي، بالاضافه لده ده في حريق كمان يا سيسيل. وهي بتقول له ايه هو احنا وصلنا بالفعل؟ وهو بيقول لها يا سيسيل انا بعد ما فكرت في الموضوع اعتقد اللي احنا محتاجين لورق وقلم رصاص، انا هقول للسواق اللي هو يرجع تاني، علشان كده روح واشتريه ليا دلوقتي. وهي بتقول له ايه ولكن انا ما اعرفش امتى حتى بيبيعوه ولا بيبيعوه فين اصلا، خلينا نروح مع بعض يا سيون. وهو بيسيب لها فلوسه وبيقول ده سر، ولكن شكل الاخ الكبير بيحضر حاجه بمناسبه عيد ميلادك، انا هروح علشان اشوفه وانا كمان هساعده، علشان كده ارجع البيت في وقت متاخر من الليل فهمتي؟ وهي بتحس بحاجه وبتقول يا سيون التعبير على وشك بتوح انك بتكذب عليا، يا ترى في اي حاجه بتحصل مش كده؟ ولكن هو بيقول للسواق يا عمي ارجوك ارجع للسوق، هي سابت كل حاجه وراها، انا سبت لك الفلوس على الكرسي. والبنت بتقول له يا سيون خلينا نروح مع بعض، ولكن سيون بينط من العربيه وهي ماشيه، والسواق بيقول له ده خطير جدا يا بنتي ارجعي انت كمان لجوه. وبعد كده هو فعلا بينط في الاتجاه المعاكس وبيقعد يجري ناحيه الملجأ وهي بتندع عليه وهي خايفه. ولكن هو لما بيروح لهناك بيشوف البيت كله بيولع، وبنشوف ان في ناس واقفه ناحيه البيت وبيقولوا دي بتحترق بشده، وده السبب في ان بيوت الكلاب بقى مش بتتعمل من الخشب. واحد بيقول كفايه الكلام بتاعك ده وابدا راقب بجديه، خلينا نشوف اذا نجا شخص واحد حتى ولا لا، ده لو في واحد نجا هينتهي امرنا. وبعد كده بنشوف حد بيجري ناحيه الملجأ، وده هو سيون طبعا، وبيجري من قدامهم حرفيا. وهم بيقولوا ايه هو ايه الطفل ده كان سريع جدا، انا ما قدرتش حتى ان اشوفه بشكل صحيح، خلينا نسيبه، ده شكله كده عايز يحترق معاهم، لو دي كانت رغبته فما فيش مشكله. ولكن بنشوف سيون وعمال بيعيط وبيقول في باله يا ماما يا بابا، وبيقعد ينادي عليهم وبيقول لهم استحملوا شويه انا هنقذكم كلكم. ولكن ما هو داخل بيقع عليه الحطام المحروق وهو بيقع على الارض
وبيقعد بينده باسم ابوه وامه وبيقولوا انتوا فين؟ انتوا فين كلكم؟ وفجأة هو بيشوفهم وهم متولع فيهم وبيقعد يقول لا 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 أرجوكم، والبيت كله بيقع قدامه وهو بيقعد يعيط كتير جدا، وكل ده بيبقى واقف قدام الحراس وهم بيقولوا ايه انت قدرت تفضل عايش ومن غير اي خدش كمان. وبعد كده لما كان بيجي يمسكه هو كسر له ايده، قصدي ايده على سيون، كسر ايد الحارس، والحارس عمال بيصرخ وبيقول ايه ده هي. واحد بيقول له اكيد هو انت ليه كنت متساهل معاه كده؟ بالمناسبه ده مجرد طفل. ولكن بنشوف سيون بيديله لكمه في وشه بيهبده على الارض، وهم كلهم بيقولوا انت عملت ايه يا واخد؟ انت ازاي عملت كده؟ هي ايه القوه اللي بيمتلكها الطفل الصغير ده؟ الموضوع مش هينجح غير لو هاجمناه كلنا مره واحده. وفعلا كلهم بيحوطوه، ولكن الاب، وانا قصدي هنا على ابو ليلي، بيقول مدهش جدا انت خليت جنودي يعانوا بشكل كبير. وهو بيقول له ايه جنودك؟ هو انت اللي نزغ خيوط الفاجعه دي؟ انا هبعتك للجحيم. وساعتها بيروح علشان يهجم عليه، ولكن هو بيقف قدامه وهو بيقول له انا اتلقيت تقرين على العربيه وانا جيت لهنا، وبعد كده رجعت مره تانية. انا كنت ناوي ان ابعت شخص ما علشان يتحقق مين هو الراكب. وهو بيقول له ايه؟ طبعا هنا سيون كان خايف جدا على سيسيل، علشان كده هو ما اتكلمش. وفجأة واحد من الحراس بيهبط دماغ سيون في الأرض، والراجل بيقوله أنا بفكر إن أقتله، ولكن ده هيكون من غير المناسب اللي هو يكون فيه شاهد عديم الفائدة. يا ترى أنا لازم أعمل إيه دلوقتي؟ وسيون بيقول ما تعملش، أرجوك ما تعملش حاجة، ما تطردش العربية. وهو بيقول ايه ما طردش العربيه؟ طب انت تقدر تعمل حاجه في المقابل؟ وهو بيقول له انا هعمل اي حاجه، هعمل كل اللي اقدر عليه. وبعد كده هو بيقول الحق بالعربيه وشوف مين اللي جواها وافحص الوش بس وما تعملش اي اجراء تاني. وهو بيقول له حاضر مفهوم. وبعد كده الاب بيقول له قوم اقف على رجليك وانا هوفر لك قبر خاص. وطبعا سيون بيكون اتبع كلمات المركيز من غير اي سؤال، وبيكون راح للسجن بنفسه. واول لما وصل لهناك ادرك ان الشخص اللي جابني هنا هو المركز هيلدجار، واكتشفت ان دي هي كانت قلعة المركيز، ولكن دي كلها حقايق ملهاش علاقة بأي حاجة. ده كله بسببي أنا، لو بس ما رحتش للسوق ده، حتى لو أنا كنت رحت أتمنى إن أنا كنت رجعت بشكل مبكر شوية. وبيقول في باله يا ترى هتعمل ايه لو انت شفت حاجة بعيدة وكمان تكون حاسس بشعور خافت جدا وانك تكون قوي؟ في النهاية انا ما قدرتش اعمل اي حاجة، انا ما انقذتش اي حد. وهو بيقول لا انا قتلته. وساعتها بيقعد يلوم في نفسه، وبعد كده بيقول ايه دي وجبة، وبيكون حد بعت له وجبة، وهو بيقول انا محتاج ان اكل حتى لو بالاجبار، انا لازم اكسب لقمه العيش. وبيفتكر كلمات هيلدجار لما كان بيقول له افتكر حياتك دلوقتي ملكي انا، لو انت انتحرت او اي حاجه زي كده فانا هعالج موضوع الست اللي في العربه ده وهخلي الكلاب تاكلها وده وهي حيه. وساعتها هيلدجار بيقول بالتاكيد هيعمل اللقيط اللي بيقوله، وشكله كده هيقتل سيسيل فعلا، وهو بيكون خايف عليها جدا. علشان كده هو بينفذ كلماته من غير اي اعتراض، وبيقول انا عايز اموت ولكن انا نفسي اروح مطرح ما عيلتي راحت. بعد اسبوع طبعا بنروح لمنطقه الغابه، وبيفتكر اللحظه اللي جروا فيها الحارس، وبيقول له ما تفكرش انك تمشي من الغابه دي، انت لو خرجت من هنا هيتم توجيه العشرات من السهام ناحيتك مره واحده. وهو بيفضل واقف وبيقول ده هنا قال اللقيط ده ان ده هو القبر بتاعي، بس ده مش وحش، انا عملت كل اللي قال لي عليه، سيسيل هتكون امنه اكيد. وفجاه بنلاقي هو خد سهم في صدره، بيقول ده كان كل حاجه، الكل انا هاجي علشان اشوفكم. ولكن حد بيقول له من فضلك من فضلك استيقظ يا سليل الحاكم السماوي. وهو بيقول ايه؟ وساعتها هو بيصحى في جسم شاب، بيقول ايه ده؟ هو انا مش ميت؟ الشعور ده مش وهم، بالتأكيد أنا اتضربت في قلبي، هو أنا ليه لسه عايش؟ ولا حد بيقول له أنت صحيت يا سليل الحاكم السماوي. وبنشوف ناس كتير جدا وهم طبعا قاعدين قدامه وقاعدين يمجدوا فيه وبيقولوا له يا سليل الحاكم يا سليل الحاكم السماوي. وهو بيقول إيه ده؟ وبيمسك رقبته وبيقول ده مش صوتي خالص، صحيح بالتفكير في الموضوع ولا ده حتى جسمي، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ طبعا هو بيكون مستغرب جدا، وهو بيقول انتوا بتقولوا لي ان انا نسل الحاكم السماوي؟ وواحد بيقول له ايوه ده صحيح، وفقا للسجلات
انت من نسل الحاكم السماوي السادس، وانت جيت علشان تحارب الارواح الشريره اللي بتظهر في العالم كل 1000 سنه لما بيتم تحرير الختم. وهو بيقول ايه؟ مره كل 1000 سنه بيتولد كائن ذو قوه روحيه، دول احفاد الحاكمه السماويه واتولدوا كلهم بالطريقه دي، ولما بيبلغ الجسم المادي ال 18 سنه بتستيقظ قوته، ولو انت مت قبل ما جسمك يصحى الروح بيتم حفظها، واول لما بتوصل للسن المناسب بتستيقظ قوتك باعتبارك من نسل الحاكم السماوي يعني. وهو بيقول يعني انا كده عدت في الحياه؟ والراجل بيقول له ايوه. وهو بيقول في باله ده فعلا محرج جدا، هو انا ليه طويل كده ولا ليه جسمي قوي، وعلى وجه الخصوص انا صدري صلب زي الدرع. وهو بيقول للراجل طب يا ترى انا هعمل ايه دلوقتي؟ يا ترى من الكويس اللي احنا نحارب الارواح الشريره؟ وهو بيقول له لا، وبحسب الأوركال فالروح الشريره هتظهر بعد 2 سنين، ولحد دلوقتي انت لازم تتدرب على كيفيه التحكم في قوه الحاكم السماوي. وهو بيقول له ايه تدريب؟ وهو بيقول له لمعلوماتك احنا عملنا لك مكان علشان يساعدك في التدريب، ارجوك تعالى من هنا. وهو بيقول هو انا فعلا عندي القوه دي؟ وهو بيقول له ايوه. بيقول له خلاص ولا حاجه، خلينا نروح لمكان التدريب. وفعلا بيمشوا لهناك، وهو بيقول يا ترى ممكن اعثر على شخص واحد من فضلك؟ وبعد 2 سنين وزي ما اتقال في الأوركالك المعبد ظهرت روح شريره وصبغت معاه السما باوجاعها بلون احمر دموي، البشر مجرد حساله، ودي هي المره الاخيره اللي انا هكافح فيها. واللي بتقول كده يا الروح الشريره طبعا. وبنشوف البطل اللي هو سيون بيقول له انت مش قلت نفس الكلمات دي من 1000 سنه؟ وساعتها هو بيكون واقف قدامه وبيكون شكله ضخم جدا. انا قصدي هنا على الروح الشريره. وبنعرف ان تصدى كاسيون للروح الشريره بكل شجاعه، واتأججت معركه ضاريه ارتعدت لها أرجاء السماوات وارتجت الأرض تحت وطائها. وبنشوف الروح الشريرة بتقول البشر الواقح ده. وبنعرف إن المعركة استمرت 15 يوم وتعلم كاسيون حاجة واحدة بس. وبنشوف اللي كاسيون كان بيتجرح كتير جدا، وده إن جسمه ما بقاش ممكن اللي هو يتسمى شخص أصلا، وحتى لو اتصاب جسم كاسيون بجروح خطيرة فالتعافي بتاعه فوري من اي حاجه كده، هو حرفيا بقى يعتبر خالد. وطالما ان القلب والراس سليمين فما فيش اي مشكله لو تم سحق باقي الجسد. وبالطبع هو حس بالالم في جسمه وهو بيتضرر، وساعتها بنشوف سيون بيقول له خلينا ننهي الموضوع ده دلوقتي. وفعلا بيروح يهجم عليه وبيخلص عليه بضربه قويه جدا، ولكن مش بيكون مات، بالعكس ده بنشوف سيون هو اللي مجروح، وبتكون مخالب الوحش جوه جسم سيون نفسه. والروح بيقول انا مرة تانية انت هتروح للهوية اللي ملاش قاع، يلا اقع. وفعلا بنشوف جسم سيون وهو مثقوب، وسيون بيقعد يفكر وبيقول ايه هو ده غروب؟ اكيد عدى نص يوم، انا شكلي كده هموت مرة تانية وبعد كده هرجع للحياة. ولكن فجأة بيقول أنا من ساعة ما موت وفي حاجة واحدة اختفت، بس ده مضحك جدا، أنا مش قادر أشوف كم من الوقت عدى ليا في حياتي. والمفروض إن كهنة المعبد دول هم من نسل الحاكمة السماوية وبيتولدوا بحياتين، وأنا قلت أنا معرفش ليه كانت في 3 بس، ده فعلا مزعج جدا. بس أنا لو أنا كنت عايز أقتل نفسي فأنا لازم أموت مرتين تانيين. على كل حال القتال مع الأرواح الشريرة ده فعلا مزعج جدا، أنا مش عايز أعمل كده مرتين. وبنعرف إن لما تم ختم الحاكم الشرير اتحولت السماء الرمادية لسماء زرقاء صافية كما لو ما كانش في أي حاجة حصلت من الأول. وأعلن المعبد على نطاق واسع إن الحاكم الشرير خلاص تم ختمه، وبفضل ده كل لما بيروح البطل بتتوافد عليه الحشود، وده طبعا علشان يشوفوه. وكان زعماء الدول قلقانين جدا لأن هم ما قدروش إن هم يقبضوا على بطلهم، وبعد تقديم كل أنواع العروض غير التقليدية بما في ذلك الألقاب الرفيعة وحتى الزواج من العيلة الملكية أو التبني، ولكن البطل رفض كل العروض دي. كان فيه هناك تكهنات بأن هو المفروض ما يكونش عنده كتير جدا من الوقت علشان يعيشه، وده لأنه اتصاب بجروح خطيرة جدا أثناء القتال مع حاكم الشر، ده كمان صوته كان باهت جدا. بالتفكير في الموضوع انا معرفش حتى اسم البطل اللي انقذ العالم، يا ترى انتوا ممكن تقولوا لي؟ والملك هو اللي بيقول كده، ومع ذلك لما اتسأل البطل عن اسمه واجاب بوضوح اكتر من اي وقت مضى وقال ان اسمه كاسيون. وبعد كده ما وصلش كاسيون لوجهته الاصليه اللي هي وطنه الا بعد مرور 3 أشهر، وكاسيون انسان وهو مش محارب، وكان عليه اللي هو يرجع لهنا. واولا كانت سيسيل لسه عايشه في البلد دي، وقبل 2 سنين لما طلب كاسيون من المعبد اللي هو يلاقوا سيسيل
ما استغرقش الموضوع غير شوية أيام لحد لما اكتشف المعبد مكان تواجدها وأبلغوا كاسيون، وكانت المسافة بين المعبد والبلدة بعيدة جدا، علشان كده هم ما قدروش اللي هم يلتقوا شخصيا، ولكن لحسن الحظ هم قدروا يتبادلوا التحيات عبر الرسائل. والمثير للدهشة إن سيسيل بقت كونتيسة، ما هو طبعا مش قادر يتخيلها لأنه كل مرة بيتفكرها كان مظهرها المسترجل. وفقا للتفسير الوارد في الرسالة ده كان زواج تعاقدي، وعلى الرغم من إن كاسيون ما فهمش تماما ولكن هو وافق عليه. وعلى كل حال كان شكل سيسيل مبسوطة جدا في الرسالة، علشان كده هو أجل لقاء سيسيل لحد لحظاته الأخيرة، ولكن كان في حاجتين لازم يعملهم قبل ده. وبعد كده هو راح للقبر وبيقول دي هي سيسيل، لولا سيسيل ما كانش المفروض اللي هو يتكتب بالطريقة دي. وبنشوف القبر مكتوب عليه 7 ملائكة ينامون هنا، وقصده هنا طبعا على عيلتهم اللي ماتت جوه حريق دار الأيتام. وساعتها هو بيقعد قدام القبر وبيقعد وكأنه بيحييهم وبيقول لهم أنا آسف إني جيت متأخر، أنا فعلا كنت عايز أجي هنا في أقرب وقت، ولكن كان في دايما سبب وأنا معرفش إيه هو، ولكن قالوا ان انا بطل وانا كان لازم اقضي على الحاكم الشرير، انا ما قدرتش احمي عيلتي ودلوقتي من المفترض ان انقذ العالم، علشان كده انا استخدمت نفسي باسم كاسيون. من المضحك جدا ان انا اكون بطل واخويا ما اعرفش ده. انا همشي النهارده ولكن ما تشعروش بخيبه امل لمغادرتي كده مبكرا، انا في حاجه لازم اعملها الاول، انا هرجع مره تانية وفي الوقت ده انا هيكون معايا الزهور. وبعد كده بيروح لاصل هيلدجار وبيقعد يقتل كل حد يشوفه، وهم بيقولوا عليه وحش، وهم بيقولوا احنا لازم نبلغ الماركيز، ولكن مفيش اي حاجه انك تروح وتبلغه، انا هروح له بنفسي. طبعا سيون هو اللي بيقول كده بعد لما بيقتل الخادمات حتى، وهم بيقولوا الوغد ده هنا، ارفع الحاجز حالا. وبعد كده سيون بيروح له وبيقول له اخيرا التقينا، انتوا بتحاولوا تهربوا ولكن انتوا متعلقين هنا. والحارس بيقول محدش هتراجع، ده في بس راجل واحد على كل حال، احنا وحدنا قوانا احنا نقدر نفوز عليه، ولو مات الراجل ده هيختفي الحاجز بشكل طبيعي. ولكن وهو لسه بيتكلم سيون بيقطع راسه وهو بيقول له حتى لو انا مت فمش هيتم رفع الحاجز، حتى الحاكم الشرير مش هيقدر يهرب من الحاجز اللي انا خلقته، دي هي كنوز المعبد. وساعتها هم بيحاولوا يهربوا ولكن هو بيقتلهم كلهم واحد ورا التاني، وبنشوف جبل من الجثث واخر واحد صاحي بيكون مرعوب جدا وبيقول له من فضلك انقذني انا هعمل اي حاجه. وهو بيقول له خلاص خلينا اسالك سؤال واحد، هو فين الماركيز؟ وهو بيقول له ممكن يكون في القاعه المركزيه. وساعتها هو بيقتله برضه وبيقول له شكرا على انك قلت لي، وبيكمل طريقه. وبعد كده اول لما بيخش القاعه المركزيه بيكون في حراس كتير جدا، وواحد بيقول له انت واخده وقح، الهيجان ده هينتهي هنا، وده بيكون الماركيز ابو ليلي. وبيقول له مفيش اي مجال للتراجع دلوقتي، حتى لو ندمت على ده هجمات فرسان النخبه وسحره المعارك اللي يقدروا حتى يقتلوا الجحافل، انت هتقع زي المدفعيه وانت مش هتقدر توصل لي ابدا، انت هتموت هنا من غير ما تسيب جثه وراك حتى. ولكن هو بيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني وبيوصل لحد الماركيز اللي بيكون اصلا وشه اتملى دم بسبب الهجمات على الفرسان. وهو بيقول له ايه استنى يا ترى انت عايز ايه؟ قول لي بس اللي انت عايزه وانا هسمع لك، انت عايز ايه؟ فلوس؟ سلطه؟ او ست؟ حتى لو كانت ست فحتى لو كانت من بين ولادي انا هديك اي حاجه. وهو بيقول له انت ليه عملت كده؟ انت ليه اشعلت النار في دار الايتام قبل 10 سنين؟ انت قتلت الناس اللي كانوا جوه كلهم. وهو بيقول له ايه دار الايتام؟ دار الايتام ده انت قصدك ايه؟ لا ده كان غلطتي، انا ما عملتش ده عن قصد، ولكن انا بعتذر بشكل خاص حتى لو ما كانش ده متعمد. ولكن وهو بيتكلم معاه بلطف هو بيفاجئه بسكينه رايحه ناحيته، ولكن سيون بيتفاداها وبيقتله في ثانيه. وبقول له انت فعلا مش فاكر، انت ممكن ما تكون ما تعرفش انا مين اصلا، اعتقد ان ده كان مجرد موت بالنسبه لي. وبعد كده بيكمل قتل في كل اللي موجود وبيقول ان ده عديم الجدوى جدا، وبيقول ان الغرفه دي فيها الناجيه الاخيره. واول لما بيفتح الباب هو بيشوف بطلتنا وبيشوفها هي ماسكه حجر العوده، وبعد كده هي بتبلعه وبيقول دي هي ليلي هيلدجار. ما هو بيقول لها هو انت ليلي هيلدجار؟ وهي بتقول له لا يا عم مش انا،
وهو بيقول في باله دي بنت غريبة جدا، أنا كانت تعتقد إن أنا هسأل عن حد أنا معرفوش. أنا فعلا ما توقعتش اللي هي تجاوب بالرفض، بس استنى أعتقد إن أنا شفتها بشكل كويس وهي بتقول أنا عندي حاجة أقولها لك، وهو بيقول لها وصية. يا ترى كان ده هو السبب؟ ده إدى الست دي على وجه التحديد وقت علشان تكتب وصيتها. من الواضح ان الست اللي كانت قدامي دي كانت بتتوسل علشان المساعدة، وهي كانت بتقول له ارجوك ما تقتلنيش، وهو بيقول لها لا، وهو بيكون رفض على طول طبعا، وبيقول لها دي هي الطريقة اللي انت عايزة تعيشي بيها، وبدلا من ده انا قررت ان اظهر ليها عمل اخير من الرحمة واعلمها ازاي ان هي تفضل على قيد الحياة. وهو قال لها خلاص استنزفي كل قطرة من دم هيلدجار من عروقك، ولو انت عملت كده فانا هعفو عن حياتك. وعلى الرغم من ان قلت لها بوضوح ازاي تعمل كده، ولكن هي ما عملتش كده، واكيد هو ما يعرفش طبعا اللي هي ما تقدرش تعمل كده. وهي بتقول له خلاص خليني اقول لك سؤال اخير، وهو بيقول في باله ايه؟ اخيرا سالت لي المرأة دي ذات التعبير المستسلم سؤال اخير. وهي بتقول له لو انا حاولت ان امنع الحادثه بتاعه موتك دي قبل 10 سنين، يا ترى لو انا عملت كده يا ترى هتسيبني اعيش دلوقتي؟ وهو بيقول في باله صوت الست دي اخترق ذهني بكل وضوح، عامل زي المخدر كده، وانا ما كنتش اعتقد ان في اي حد هيفتكر الحرق المتعمد في قلعه هيلدجار، وانا ما اعتقدتش ابدا ان الست دي هتعرف اذا كانت انا عندي ضغينه ولا لا، ولكن وفي ايه يعني؟ وهو بيقول لها انت لو حاولتي فانت مش هتقدري تمنعيه، وهو مفيش اي حاجه هتتغير، انا فقدت عيلتي، والست اللي قدامي دي هي دلوقتي بنت عدوي، فمهما حاولت جاهده انا ما عنديش اي نيه علشان اسامحها. وليلي بعد ما فاض بيها الكيل خلاص ومش عارفه تقول له اي حاجه، وعارفه انها كده كده هتموت، فهي بتقول له بقول لك ايه، انت عارف انك عندك شخصيه سيئه مش كده؟ انا حسيت بالسوء جدا لما احنا اتلاقينا، علشان كده خلينا ما نشوفش بعض مرة تانية، انت شخص عنده شخصية مضطربة. وساعتها بدأت تبلع الحبة، وهو بيقول في باله الست دي قعدت تقول ألفاظ مسيئة من حيث لا تدري، وفجأة اتلعت حاجة وسقطت على الأرض وهي عمالة تتألم من العذاب. وفي لحظة أنا حسيت إن في حاجة غلط وأنا معرفش هي إيه، ولكن ده كان بمثابة تحذير من حدسي. ولما قرب من ليلي ولوح بسيفه هو فتح عينه في مساحة ضيقة ومظلمة، وده لما كان صغير. وبيقول ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ هي ايه العربة دي؟ هي ايه الأمتعة دي؟ هو انا رحت لفين؟ هو انا ايه اللي جاب لي هنا فجأة؟ هو الطريق ده عبارة عن حقل حصى غير مرئي، ولا انت نسيت ازاي تسوق العربية؟ وبيسمع حد بيقول لي الكلمات دي، وبيقول ايه الصوت ده؟ واحد بيقول انا اسف يا ماركيز انا هكون حذر جدا. وهو بيقول ايه؟ الماركيز هيلدجار؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ من المؤكد ان الماركيز ميت، انا قتلته بايدي. بس استنى، هو ايه الجسم ده؟ ده صغير جدا، ده شكله كده لو ان رجعت بالجسم ده للي انا كنت عليه لما كنت عندي 10 سنين قبل ما اتبعث مرة تانية في المعبد، بس ده مستحيل. اعتقد ان انا بطريقة ما نمت وشفت كابوس، وممكن ده ان هو يكون حلم اصلا، بس انا اصلا ما حسيتش ان عايز انام من ساعة لما استيقظت عليا قوة الحاكم السماوي، ولسبب ما انا غرقان في النوم دلوقتي. وفعلا بتشوف هو نام في العربية، وبحلول الوقت اللي صحي فيه وصلت العربية لقلعة الماركيز هيلدجار، وبعد كده حصل زي ما حصل معاه زمان وتم سجنه في زنزانة بتاعت قلعة الماركيز، وبعد أسبوع اتصب السهم في الغابة، وبعد كده صحي مرة تانية وكان على المذبح بتاع المعبد وهما بيقولوا استيقظ صليل الحاكم السماوي. غير كده المعركة مع الحاكم الشرير حصلت مرة تانية، وبقول ده حقيقي، ده ما كانش حلم. وهو بيقول له خليني أسألك سؤال، هو أنت حطيتني في الماضي؟ وهو بيقول له هو ايه الهري ده انسان؟ انت لو كنت بتحاول تضيع الوقت علشان تمارس الحيل فما فيش اي فايده، لو انت عايز تعمل كده فيلا روح وموت. وسيون بيقول له هو انت بتقول لا مش كده؟ مش مشكله، انا بكده في شخص اقدر اخمنه، ولكن انا مضطر ان ارجعك للختم بتاعك الاول. وبعد كده بيعدي المعركه التانيه مع الحاكم الشرير، والمره دي اتوجه وجهته من غير ما يعدي باي دوله، وبيشتبه في ان الظاهرة دي هي بسبب البنت دي، وقصده هنا على لقائه مع ليلي هيلدجار. وبعد كده بيكتشف ان ليلي مش في القلعة اصلا، وسيون بيكون غاضب جدا، والخادم بيقوله دي حقيقة انا ما سمعتش عنها اي حاجة، دي اختفت قبل 4 سنوات. وبعد كده طبعا هو بيقتله وبيقول ايه هي مفقودة؟ لا ليلي هيلدجار مش مفقودة، دي كانت عارفة ان جاي علشان كده هي استخبت. وبعد كده هو فعلا بيلاقيها
وبيقتلها تاني، ولكن هو بيصحى تاني في العربية وبيسمع نفس الكلمات مرة تانية. بيقول ايه؟ انا رجعت تاني، وانا رجعت للوقت اللي تم نقلي فيه لقلعة الماركيز. كمان اتضح اللي كانت الست دي محقة، الجان اللي بعتني للماضي هي اكيد هي مشيت من قلعة الماركيز قبل كده وكان عندها اسم مزيف، وكمان هي مزيفة. هي كانت عارفة ان انا هظهر في قلعة الماركيز واقتل الكل. غير كده بمجرد ما اقتل الست دي انا رجعت للماضي تماما زي اليوم اللي قتلت فيه الست دي لأول مرة في قلعة الماركيز. شكلها كده عندها قدرة العودة بالزمن لورا. يا ترى هي بترجعني بالزمن في كل مرة اقتلها؟ انا عانيت كتير جدا من الحزن لفقدان افراد عيلتي والموت على ايد الاعداء، وانا كده هضطر ان احارب الحاكم الشرير. بس يا ترى هي ده اللي هي كانت بتهدف ليه؟ يا ترى هي بتعتقد لو هي فضلت تسبب لي الم متكرر كده فانا هستسلم واسيبها يعني؟ لا خالص، انا فعلا هتجرأ ان اقول حاكم مهما عشت في الماضي الرهيب ده من جديد. انا مش هسيب حد، انا مش هرحم دم هيلدجار. وبعد ختم الحاكم الشرير للمره الثالثه ساعتها انا اتوجهت للقلعه، وزي ما هو متوقع ما قدرتش الاقيها اصلا. والموضوع ما كانش مفاجئ، ده كان متوقع جدا، ولكن ده اكد لي بس شكوكي في ان هي كانت ورا موضوع العوده بالزمن. ومع ذلك كان في مساله تانية حيرتني. بعد ختم الحاكم الشرير للمره الثالثه ما كانتش حالتي طبيعيه، كان قلبي بينبض بسرعه وكانت اعصابي حاده وكانت احشائي ساخنه وخانقه كما لو كني كده ابتلعت بركان. يا ترى ده لان عانيت من موت احبابي كذا مره، ولا ده ممكن علشان انا عانيت من الم تمزيق جسمي مرات لا تحصى اثناء محاربتي للحاكم الشرير؟ مهما كان السبب بكل بساطه انا حسيت بالجنون. وبعد تحويل قلعه الماركيز لمقبره للموتى اعتقدت ان انا هتحسن شويه، ولكن انا هبقى مجنون فعلا. وهو بيقول لا، استعد حواسك، لو انت رجعت للماضي من غير ما تكون عاقل فانت مش هتطيع الماركيز وهتقوم بالهجام من تلقاء نفسك، وساعتها سيسيل هتبقى في خطر. انت مش هتقدر تعمل كده ابدا. قبل ما تسوق المواضيع هيكون من الافضل ليا ان اقابل سيسيل. وبعد كده بنروح لمقر الكنت وحد بيقول ده عدى وقت طويل جدا، انت اتغيرت كتير جدا يا كاسيون، انت بقيت وسيم وطويل بشكل لا يصدق. وهو بيقول لها انت بقيتي كنتيسه مش كده؟ وهي بتضحك وبتقول له الموضوع مش مختلف تماما عما كنت عليه لما كنت صغيره. وهو بيقول في باله انا فعلا مبسوط لاني جيت علشان اشوفك. وهو بيقول انا حاسس ان انا اقدر اخيرا اني ابقى عاقل دلوقتي. والكونتيسه سيسيل بتقول له انا سمعت عنك بس بشكل عابر، من امتى انت بقيت مشهور كده؟ هو انت بخير؟ وهو بيقول لها اكيد من الصعب ان اشرح لك التفاصيل ولكن مفيش داعي للقلق. وهي بتقول له بالمناسبه يا كاستيون انا عايز اطلب منك طلب. وهو بيقول لها ايه؟ وهي بتقول له هو انت فعلا عملت كده الماركيز هيلدجار؟ وهي بتقول له هما بيقولوا ان مفيش اي حد نجا، حتى الكلب اللي كان في المطبخ مات، كمان في حد قال ان هم رأوك وانت خارج من القلعه، يا ترى انت قتلتهم كلهم؟ وهو بيقول لا. وهي بتقول له ايه؟ هو ده مش صحيح. على كل حال انت لما تبقى مشهور بتتبعك الشائعات الغريبه. وهو بيقول لها انا ما قتلتش الكلب، ما كانش في اي حتى كلب في المطبخ. وساعتها هي بتستغرب جدا وبتغضب منه اكتر وبتزعق له وبتقول له انت. وهو بيقول لها في ايه؟ في حاجه حصلت ولا ايه؟ سيسيل انت ما كنتيش عارفه ده؟ الماركيز هيلدجار هو عدونا من 10 سنين. وهي بتقول له انا عارفه، انا بعد ما بقيت كونتيسه انا كمان عملت شويه ابحاث، ولكن الماركيز هيلدجار ما كانش لوحده، كان في المئات من الابرياء في القلعه دي. وهو بيقول لها انت قصدك ايه يا سيسيل؟ ما كانش في اي ابرياء في قلعه الماركيز خالص. وهي بتقول له انت قصدك ان كل الناس كانوا قاسمين؟ ده فعلا غلط جدا، هم عملوا ايه يعني علشان يستحقوا ده؟ وهو بيقول لها جريمه اتباع دم الماركيز، جريمه ادراجهم على قائمه الماركيز، جريمه العمل على سلامه الماركيز نفسه، كل اللي هناك هم مذنبين. يا سيسيل انت لازم تفهمي. صحيح يا شباب انا نسيت اقول لكم اللي حصل في الحياه التانيه ليه. هو كان راح على قصر الماركيز لما هي اتقتلت وهي صغيره، دي ما خدتش منه غلوه، ما كملش يومين اصلا ورجع تاني للعربيه، وده علشان يبدا من جديد كالعاده. وبعد كده بنشوف سيسيل اللي هي بتكون متضايقه جدا وهو بيقول لها خليكي مطمنه يا سيسيل انت مش هتتعاقبي. وهي بتقول له ايه؟ وهو بيقول لها بيتقال ان الشخص اللي بتعاقبه السما هيحس بالام بتمزق اطرافه ل10,000 قطعه، وده المفروض هيكون الم فظيع جدا.
غير كده من المحزن ان انا قدرت اشوف عائلتي اللي هي كانت رايحة للجنة، وبغض النظر عن عدد المرات اللي انا دورت فيها، انا قصدي هنا على الكتاب، انا ما لقيتش ابدا اي حاجة بتتعلق بالعقاب بالارتباط. كان في دايما تمن لازم تدفعه مقابل استخدام قوتي للانتقام وانا استحمله لوحدي. غير كده انا عديت بكتير جدا من التجارب مع تمزق جسمي اثناء محاربة الارواح الشريرة، علشان كده مفيش اي داعي للقلق. وهي بتقول له انت بتتكلم عن ايه؟ وهي بتزعق له بتقول له وانت بتعتقد ان انا خايفة من ان اعاقب معاك؟ ايه هي اهمية العقاب السماوي اللي شبه الجحيم ده؟ كم عدد الاشخاص اللي لاقوا حتفهم؟ وساعتها هو مش بيرد، وسيسيل بتقول له انت حتى مش حاسس بالذنب، ده كمان انت شكلك مش بتكترث حتى لفكرة انك تقتل الناس، انت فعلا بقيت مجنون. وهو بياخد الصدمة اول لما بيسمع الكلمة دي، وهي بتحط ايدها على بقها. قال ايه يعني ما كانش قصدها اللي هي تقول الحقيقة؟ وهي بتقول له انا ما كنتش عايز الومك. وهو بيقول لها لا انا دلوقتي بقيت فاهم الموضوع كان كده، انت عندك حق، شكرا ليك يا سيسيل. وبعد كده هو بيقوم وبيمشي، وهي بتقول له انت بتقول ايه؟ وهو بيقول لها انا مبسوط اني جيت وقابلتك. وهي بتقول له انت تقصد ايه؟ وهو بيقول لها انا افتكرت ان انا عندي حاجه لازم اعملها، مفيش اي حاجه للوقوف هنا. وهي بتقول له يا سيون، وهو بيقول لها ده صحيح، في حاجه تانية انا عايز اقولها لك، انت لو شفتني تاني في مكان تاني من فضلك قولي لي يا كاسيون، ده هو اسم البطل اللي ختم الروح الشريره. وهي بتنده عليه ولكن هو مش بيرد عليه وبيمشي، وبيقول في باله بفضل سيسيل عندي حاجة أقل للقلق بشأنها، وأنا كنت قلقان من إنها تصاب بالجنون لو استمر الموضوع ده، ولو أنا كنت مجنون على كل حال فمفيش أي سبب للقلق، أما الشخص المجنون ممكن اللي هو يكون أكتر جنونا. وبيقولوا إن حتى المجانين عندهم مستويات، ومع ذلك أنا مش عايز أروح للحد ده من الجنون. وبنروح للمرة الأخيرة لليلي لما كانت اتجوزت وجوزها كان بيعاملها بحقارة وعمال بيضربها كتير جدا. وبعد كده في حد بيوصل وجوزها ده شكله بيكون سكران، وبيقول مين ده؟ ده في شخص دخل لغرفة النوم من غير أي إذن. وهو بيقول له إيه بالظبط كده؟ أنا ما حصلتش على إذن. وساعتها هو بيطعنه وبيقتله في كل سهولة، وهو بيقول يا حراس اعتقلوا الشخص ده فورا. ولكن ليلي طبعا بتكون خايفة جدا وبتكون قاعدة مرعوبة وبتبص له، وهو بيقول البنت دي هي كانت بتعيش بالطريقة دي كل يوم مع جوزها؟ هي الحياة اللي هي اخترتها دي؟ ده ضربها بس في الأماكن اللي أنا مش هقدر أشوفها، أكيد الموضوع كان كده طول حياتها. يا ترى هي كانت مرتاحة؟ أنا شكلي كده كان لازم أزود معاناته وانتزع روحه ببطء شديد. بس استنى لحظة، في الأساس الراجل ده أنا ما عنديش أي سبب علشان أقتله، هو أنا ليه ما فكرتش بالشكل ده في الأول؟ كل ده بسبب سيسيل اللي بقت كونتيسة، ودلوقتي الست دي هي كمان كونتيسة. أنا تخيلت الست دي عاملة زي سيسيل في لحظة، أنا حسيت بالإشمئزاز لما أنا أدركت الحقيقة، أنا مش قادر أفكر في أي سبب تاني. وساعتها هو بيخرج السيف وبيحطه ناحية دماغها، وهي بتضحك وبتقول له ده فعلا جنون. يا ترى أبويا عمل إيه؟ يا ترى هو عارف كيفية سحب الدم؟ هو قال اللي هيعفى عني وعن حياتي لو أنا سحبت كل دم الدجار. وبعد كده ليلي بتتحبس في الفيلا الجنوبية، ولكن هو برضه مش بيستسلم، بيقول ان ليلي هيلدجار مش هتستسلم ابدا، سواء في فيلا او في الجحيم، انا هقتلك مرة ولا مرة، انا هجبرك عن انك تتخلي عن فكرة الرجوع بالزمن دي، انا هكسر ارادتك للحياة. ولكن في كل مرة بيقابلها هي بتعمل له نفس التعبير وده وهي بتموت. وبعد كده بنروح للحياة الخامسة اللي هي شافته فيها، ولما كانت عايزه تساعده اللي هي تقومه، ولكن هو طبعا ضرب ايديها وكان غاضب منها جدا، وبيقول عاقب بقسوة، عاقب بشدة، ما تتوقفش عن العقاب لحد لما يدرك الطفل ده خطايا بنفسه. دي هي طريقة هيلدجار. ولكن هو بيشوف اللي هي كانت بتحاول تساعده في السجن، وهو بيسمعه وهي بتقول انت لو ما كنتش قتلتني انا اكيد كنت هكون من معجبين بيك، ولكن ده مجرد افتراض ملوش قيمة دلوقتي. وبنشوفه طبعا وهو لسه متضايق منها وبيمسكها من رجليها، وهي بتقول له انا ما عملتلكش حاجه وحشه، وهو بيقول في باله وايه اللي في بقي ده، وهي بتقول له ده اكيد مجرد دواء. وساعتها هو بيتفه وبيقول ايه ده، هو انت ليه بتعملي حاجات عديمه الفايده كده؟ هو انت ليه خدرتيني؟ هو انت عايزه تنقذي حياتك؟ يا ترى المره دي عايزه تعملي كده بلطف؟ هو انت بتتكلمي جد؟ انت حتى مش عارفه اللي انا مريت بيه. وهي بتقعد تقول له سيبني، وهو بيقول في باله انت ازاي المفروض تكوني من هيلدجار؟ وهي بتزعله بتقول له سيبني، وبتقعد تعيط طبعا بوشها الصغير ده، اكيد هي صعبت عليه، وهو بيقول
سواء كانت زوجة الكونت زي سيسيل أو أي شخص تاني. الست دي مش أي حاجة غير بنت العدو. المشاعر اللي أنا لازم أحس بيها الغضب والكراهية والعداء بس. أنا لازم أحس بالمشاعر دي تجاهها بس. ولكن في المرة دي هو بيفتكر لما هي أنقذته وخدت مكانه السهم، وهو بيقول في باله إيه، هي دي مجنونة. وساعتها هو بيصحى في الحالة الأخيرة وبيقعد يسمع نفس الكلمات، وبعدها هو بيضحك وبيقول من أول دلوقتي مين اللي هينقذ مين من السهم اللي اتصاب فيه؟ لو أصابك السهم مكاني أنا متأكد إنك عارفة قد إيه أنا قتلتك. هو انت فعلا عايزه تعيشي بالطريقه دي من غير ما تفكري؟ هو انت فعلا عايزه تدافع عن القاتل وتتحملي عنه السهام؟ مهما كان تخطيطك انك تفضلي على قيد الحياه المره دي، فانا كنتش اتوقع ان يسيبك سهم مكاني. بس لحظه، تخطيط؟ هي كانت ليلي هيلدجار بتعمل كده؟ هي كانت تبتسم بوضوح. ودلوقتي انا اكيد فهمت اللي بيحصل. خططت ليلي هيلدجار لانقاذ حياتي وتقديم معروف ليا، ولكن بنشوفها في حياتها الاخيره لما كان جسمها مليان بالدم وهي بتقول انا اسفه يا بابا انا جيت متاخر. وهو بيقول في باله انا ما كنتش عارف اللي هي تفقد حياتها بفعلتها دي، بس ما فيش اي سبب يدعو الست دي اللي هي اصلا بتكافح علشان تفضل عايشه اللي هي تموت مكاني. انا كنت غبي، انا قضيت كل الوقت ده في حاجات عديمه الفايده. في البدايه كنت انا بعتقد اللي هي بترجع الزمن بنفسها، ولكن ليلي هيلدجار اتصابت بسهم في سبيل انقاذي وعادت للماضي. وشرط العوده للماضي مش اراده ليلي هيلدجار، ولكن ده هو موت ليلي هيلدجار نفسها. كده بيكون هو فهم كل اللي في الموضوع. وبيقول في باله علشان احقق في سبب الظاهره دي هيكون من المفيد ان انا احصل على قوه المعبد، وده لما ابلغ ال 18 سنه انا هصحى في المعبد واستعيد قوتي. بس اولا وقبل كل حاجه انا لازم اتجنب العوده بالزمن لورا. انا لازم احمي ليلي هيلدجار من الموت، وده علشان ارجعش للماضي تاني. وعلشان كده هو بيكون انقذها وخد السهم عنها، وهو بيقول لها ليلي هيلدجار انت لازم تعيشي وده لحد لما ارجع تاني. ولكن هو طبعا مش بيكون مات، وكلنا عارفين ايه اللي حصل بعدها. كده خلص الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو انت جديد ما تنساش تشترك في القناه وتشوف الفيديوهات اللي فاتت. انا واثق انك هتلاقي فيديوهات تانية هتعجبك، وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والكومنت الرايق، لان ده فعلا بيساعدني جدا وده بيديني حافز اني اكمل. وشكرا جدا لكل اللي بيدعموني دايما، ده فعلا بيفرق معايا نفسيا على الاقل. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ويلا سلام.